أريوس يا اخواتي، اول حاجة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعاكم كلوة، وهقدم لكم فيديوهات كتير لملخصات انمي ومانهوا، فيا رب الفيديوهات تعجبكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يا معلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا لملخص النهارده. في بداية قصتنا بنشوف ولد واقف من بعيد بيراقب أشخاص ومعه صورة زعيمهم، وبعدها بيهجم عليهم ويقتلهم كلهم ويقتل كمان زعيمهم. ورجع مرة تانية للعميل اللي طلب منه المهمة دي وقتله هو كمان، وقال له إن في حد دفع فلوس أكتر لقتله. وفجأة بنلاقي الولد نفسه قاعد قدام مدرسة وجنبه طاير صاحبه اسمه دايبو وكشك بيبيع في أكل، وطلع إن كل اللي حصل ده حلم الولد بيحلمه. ومن هنا بتبدأ قصتنا مع صاحبها سيفن اللي بيحلم يبقى قاتل محترف ومعاه فلوس كتيرة علشان يقدر يتعالج من فقدان الذاكرة بتقنية معينة في شركة اسمها ستان، ويفتكر أي حاجة عن ماضيه وعن عيلته. وبالرغم من ده فدايبو صاحب سيفن كان شايف إن فقدانه للذاكرة بيأهله يبقى قاتل محترف، وقرر يساعده واداله بيضة الغيبة اللي يقدر بيها سيفن يتحول لأي شكل هو عايزه، ومع الطائر تشاو فاي اللي هيقدر سيفن يهرب بيه من أي موقف. وبدأ دايبو يدرب سيفن واداله قطة عشان يقتلها ويبقى ما عندوش رحمة، لكن القطة هي اللي ضربته. ودايبو بدل القطة بسمكة، قال له يمكن سيفن يقدر يقتلها، لكن السمكة عملت مع سيفن نفس اللي عملته القطة. وحتى الدودة سيفن معرفش يقتلها وقطع صباعه مكانها، بس دايبو ما يقسش وادى لسيفن مهمة تانية، وهي انه يقطع شعر عروسة في فرحها. ودخل سيفن للفرح وهو متنكر في شكل خنزير، بس سرح في نص المهمة، وبدل ما يقطع شعر العروسة قطع شعر العريس، وكل اللي في الفرح جري وراها، بس سيفن قدر يهرب منهم الغلبان. وبالصدفة خبط في روبوت من شركة ستان، وقف يسأله لو فعلا الشركة عندهم تقنية تقدر ترجله الذاكرة، بس الروبوت قال انه ما يعرفش. وبعدها الروبوت لقى قلادة على الارض وسأل سيفن لو القلادة بتاعته، وسيفن قال له ان القلادة دي معاه من وقت طويل. وفجأة الروبوت بدأ يهاجم سيفن وقال له ان بياناته بتقول ان اي شخص مع القلادة دي عدو لستان ولازم يتقتل. وسيفن ما كانش فاهم حاجة، لكن الروبوت فضل يهاجمه، بس سيفن اتحكم عن بعده بالمقص بتاعه عن طريق طاقة الشي، وهاجم الروبوت بالمقص وقطع ايده. لكن الروبوت كان يهاجم سيفن بايده التانية، وسيفن سأل عن السبب اللي مخليه مجبر يقتله، والروبوت قال له ان بياناته بتقول. وقبل ما يكمل الجملة ظهرت قاتلة محترفة اسمها سيرتين وقطعت راس الروبوت، وسألت سيفن ليه معاه قلادة جمعية القتلة المحترفين، وقالت له اتكلم يا اما هتموت. بس فجأة الروبوت بدأ يعمل تدمير ذاتي وسيرتين هربت، وسيفن اخده تشاو فيه وطار بيه بعيد ورجعه للبيت. وهناك سأل دايبو ازاي يقدر يلاقي اشخاص من جمعية القتلة، ودايبو قال له ان جمعية القتلة منظمة غامضة، وهم لو عاوزينك بيوصلوا لك في الغالب، لكن انت صعب تلاقيهم الا لو قدرت تبقى ضمن قائمة افضل 100 قاتل، ووقتها هتيجي لك جمعيات قتلة كتيرة وهيطلبوا منك تنضم ليهم. وسيفن قال لدايبو خلاص يلا نعملها بسرعة وانت هتبقى مدير اعمالي. ودايبو قرر يفتح صالون حلاقة عشان يبقى ستارة ليهم وياخدوا طلبات الشغل فيه، وادى لسيفن مقص جديد. وتاني يوم سيفن جات له اول مهمة من زعيمة القطط مياو كيتي اللي كانت عاوزة سيفن يضرب زعيم الكلاب مات بارك في عينه. وراح سيفن لمقر الكلاب وتنكر في شكل كلب ودخل للمقر، ولقى الكلاب بتلعب بالكور، وكل شوية الكرة كانت بتيجي عند سيفن والكلاب كانت بتهجم عليه، بس سيفن قدر يبعد عن الكرة باحتراف. وفجأة لقى نفسه قدام مات بارك، وحاول سيفن يمثل انه من الكلاب اللي في المقر، بس مات بارك قفشه، وسيفن كان عاوز يضربه في عينه ويخلص مهمته، لكن مات بارك مسكه وضربه على راسه. وفجأة سيفن شاف صور متقطعة عن ماضيه وفتح عينه وكان لونها متغير وهاجم مات بارك وكان هيهزمه، بس سيفن رجع تاني لطبيعته ومات بارك ضربه. ووقع من سيفن صورة مات بارك اللي مديها له مياو كيتي، وشافها مات بارك وسأله سيفن لو مياو كيتي هي اللي بعتها. وبدأ مات بارك يحكي قصته، واتضح ان مياو كيتي ومات بارك كانوا على علاقة وبيحبوا بعض. ومياو كيتي قالت له لو حبيت في يوم واحدة غيري هضربك في عينك. وبعد شوية مات بارك عرف بالصدفة ان الكلاب والقطط صعب يخلفوا، وعلشان كده مات بارك قرر يضحي وساب مياو كيتي. شايفين الحب يا جدعان؟ فالمهم بعد ما سيفن عرف القصة دي قال لمات بارك انه هيساعده، وتنكر سيفن في شكل مات بارك
بارك وراح لمياو كيتي وغنى لها عشان قلبها يحن وطلب منها تسامحه وقال لها على السبب اللي خلاه يسيبها. ومياو كيتي قالت له انت بتكذب، بس مات بارك قال لها انت الشخص الوحيد اللي حبيته من قلبي. ومياو كيتي اتثبتت وسامحت مات بارك، لكن فجأة سيرتين هجمت عليهم وحاولت تقتل مات بارك، لكن مياو كيتي صدت هجومها وحمت مات بارك. وفهم سيفن ان سيرتين قاتلة محترفة، ومياو كيتي استدعت القطط عشان يخلصوا على سيرتين، بس سيرتين كانت اقوى منهم وخلصت عليهم. وسيفن لحق نفسه وخلع قبل ما سيرتين توصل له، بس سيرتين راحت وراه ومسكته. وسيفن رجع لشكله الاصلي وقال لسيرتين انه مش مات بارك وانه بشر زيها، لكن سيرتين قالت له انا اللي يضمني، مش يمكن تكون انت مات بارك وحولت نفسك لبشري. وسيفن جري وحول نفسه لحجر، لكن سيرتين قفشته وضربته، وسيفن هاجمها بالمقص وكسر قناحها. وسيرتين بان وشها وقالت لسيفن دلوقتي مش مهم اذا كنت مات بارك ولا لا، لان في الحالتين لازم اقتلك بعد ما شفت وشي. وحاول سيفن يهرب وتشاو فاي طار بيه، لكن سيرتين رمت عليهم السكاكين وقعتهم، وسيفن قتلها بالمقص بتاعه، بس سيرتين هزمته وقربت على سيفن عشان تقتله. وسيفن مسك ايدها ومن غير ما يقصد يعني المهم انه بسها. وسيرتين اتضايقت واتعصبت وهجمت على سيفن بسيفها، لكن تشاو فاي كسر السيف وحول جسمه الانسان، بس مش اي انسان، ده انسان بيشيل الحديد يابا. فالمهم وبعدها جات مياو كيتي وبقى جيش القطط، وسيرتين اضطرت تنسحب وقالت لسيفن هاجل قتلك. وتاني يوم في محل الحلاقه بتاع سيفن دخلت واحده من جمعيه التطهير بتاعت الجزيره وادت له صوره، وسيفن قص لها شعرها زي شعر الشخص اللي في الصوره وقال لها ايه رايك انا فنان مش كده؟ بس الست قالت له فنان ايه، انا عاوزاك تقتل الراجل اللي في الصوره ده. وسيفن اتصدم يا عيني، وتشاو فاي اخده وراح بيه لمكان الراجل، وطلع الراجل ده حرامي وبيسرق الهدوم الداخليه بتاعت البنات. فالمهم سيفن اتنكر، تخيلوا كده اتنكر في ايه؟ ايوه هو ده، والراجل ليه على الارض واخده معاه. وبعد ما الراجل روح حط الهدوم في براويز. اما سيفن فكان هيروح مكان تاني، بس 3 ستات من جمعيه التطهير خبطوا على الباب والراجل فتح لهم وكانوا عاوزين يحرقوا الهدوم اللي جمعها، لكن الراجل اترجاهم ما يعملوش كده وبكوا قدامهم، بس ال3 ستات رموا شعلة النار جوه البيت. وفجأة سيفن ظهر وانقذ الراجل وحمل الهدوم بتاعته. وواحدة من الستات كانت اللي طلبت من سيفن يقتل الراجل، وقالت لسيفن انا كنت عارفة انك ما يعتمدش عليك عشان كده كنت براقبك عشان اوصل للمكان السري بتاع المنحرف ده. وسيفن قال لهم ان كل حد بيجمع حاجات مختلفة، ومش معنى ان الراجل منحرف وحقير يبقى تقضى على احلامه، وجهة نظر برضه. فالمهم الراجل بص على سيفن وكان منبهر بيه، اما الستات فما كانش معاهم الكلام ده وهاجموا الراجل وضربوا سيفن ومسكوه، بس سيفن حرر نفسه منهم وبدأ يقاتلهم. انا مش عارف دول ستات ولا سلاحف النينجا. فالمهم الستات طحنوا سيفن ضرب، وعلشان سيفن يهزمهم عمل الحركة الوحيدة اللي بتنفع في المواقف دي، والستات سابوه جريوا. وسيفن ابو قلب طيب انقذ الراجل. وتاني يوم في السوق كانت الست العجوزة دي واسمها الجدة تشن قاعدة بتبيع برتقان، وفي ولد واقف يشتري منها، بس الجدة تشن اشترت له واحدة وقالت له شوف الاول حلو ولا لا، والولد قال لها وحشة وسألها عن سعر الكيلو، وتشن قالت له على سعره، والولد قال لها سعره غالي مش عاوز. وتشين قالت له مش مشكلة ادفع بقى تمن البرتقانة اللي ما كلتهاش، ورميتها على الميزان وسعرها بقى اغلى من سعر الكيلو. والولد قال لها ازاي ده؟ قامت تشين ملبساه مصيبة واتبلت عليه وقالت انه ضربها، وبدأت الناس تتجمع حوالين الولد يا عيني، وعلشان الولد ينقذ نفسه اشترى كل البرتقان اللي مع تشين ومشيت تشين من السوق. وفي الوقت ده كان سيفن متنكر في شكل صندوق وشاف كل اللي حصل وقال ده انت الموت عليك قليل يا شيخة، لكن تشين لمحت الصندوق وكانت عاوزة تاخده وفضلت تضرب فيه، وسيفن كان بيموت يا عيني. وتشين تنت الصندوق اللي هو سيفن على 100 حته واخدته معاها وراحت لمدرسه حفيدها عشان تجيبه، بس وهي مستنيه في الشارع راح لها كلب وحاول يسرق عظمه من شنطتها وفضل يشد فيها. وسيفن يا عيني اللي كان لسه متنكر على شكل كرتونه كان هيموت وما قدرش يستحمل ورجع لشكله الطبيعي. وتشين غزته في ايده وسيفن حاول يوقف الدم، بس تشين غزته في ايده التانيه، وسيفن كان بيحاول يهرب يا عيني ودمه اتصفى، بس تشين مسكته من رقبته. وسيفن عمل نفسه ناصح وحرك مقصه ناحيه تشين، لكن تشين وقفت سيفن قدامها ومقص سيفن جه فيه، وبعدها ضرب الجرس وتشين راحت تشوف حفيدها ولقيت شعر مقصوص.
ولما سألته مين المتنمر اللي عمل فيك كده حفيدها شولها على 7، واتضح ان حفيدة شن وابوه راحوا ل7 و7 قص شعر الولد بالطريقة دي، وابوه ادى ل7 صورة تشن وقال له انه عاوز يقتلها، و7 ما كانش عارف الراجل ده عاوز يقتل امه ليه. وفي اللحظة دي تشن هجمت على 7 وفضلت تضرب فيه، وبعد ما خلصت عليه قالت انا محدش يتنمر على احفادي. وفجأة داي بو اللي كان بيراقب كل اللي بيحصل من على مبنى رمى اسهم على حفيدة تشن، وعلشان تشن تنقذ حفيدها وقفت قدامه وكانت الاسهم هتيجي فيها، بس 7 انقذها وكسر الاسهم بمقصه ومشي. وطلع ابن تشن كان عاوز يقتلها عشان ياخد فلوس التأمين على الحوادث بتاعتها. ورجعت تشن وحفيدها للبيت بسلام. وتاني يوم 7 راح لمهمة جديدة، بس المرة دي المفروض يقتل بنت. ولما وصل 7 للبنت وجه يقتلها البنت قالت له انا عندي امنيات نفسي احققها قبل ما اموت، ساعدني احققها وانا هسيبك تقتلني. و7 قال لها توعديني، والبنت وعدته وادت له ورقة فيها امنياتها، وبدأ يحققوها هما الاتنين. وراحوا شربوا كولا في نفس واحد وادوا حقنة الممرضة واكلوا في مطعم 3 نجوم وهما مش معاهم فلوس. والبنت راحت ركبت فوق اسد وخلصوا كل المهام ومتبقتش الا مهمة واحدة، وهي ان البنت تنط بالمظلة. بس 7 قال لها ازاي هتعمل كده واحنا مش معانا فلوس؟ والبنت قالت له يبقى مش هموت. بس 7 خلت شاو فاي الطائر بتاعه يطير بيهم في السماء وبعدها رماهم، ونزل 7 والبنت بسرعة كبيرة، و7 غير شكله لطيارة ورا ونزل بالبنت للارض وخبط هما الاتنين في شجرة. وبعد ما البنت خلصت كل امنياتها قالت ل7 انا مش عاوز اموت لان حلوة وفي شبابي. و7 قال لها جاية دلوقتي تقولي كده بعد ما عملت لك قرد؟ بس البنت قالت له انها فعلا مش عايزة تموت لكن هي مش هتقدر تعيش فترة طويلة. والبنت شالت الباروكة من على راسها وقالت ل7 انها مريضة سرطان وشعر كله واقع بسبب العلاج الكيميائي، بس هي لسه جميلة وسألت 7 مين اللي بعته يقتلها. و7 ما قدرش يرد وقال لها لان قاتل محترف مش هقدر اكشف لك اي تفاصيل عن عملائي. لكن البنت ضحكت وقالت له انا اللي دفعت الفلوس عشان تقتلني لانه مش عاوز اموت على سرير المستشفى، والاغتيال احلى لان المشاهير واللي عندهم نفوذ بس اللي بيختلوهم. و7 حرك مقصه في اتجاه البنت، وفي اللحظة دي البنت كانت بتفتكر ذكرياتها في المستشفى وبتفتكر كل اللي حصل معاها من اول ما المرض جالها. لكن 7 ما قتلش البنت واعتذر لها وقال لها انه غلط وما قدرش ينشن، وادالها صورة دكتور وقال لها انه هياخدها عنده وان الدكتور ده مدهش وممكن يقدر يشفيكي. وتاني يوم دايبو اخد 7 وراح يبيع جوز هند على الشط وكان بيضرب فيه وبيقول له لو ما كنتش فشلت في كل مهماتك ما كلاش الطريق اللي قبل كده. بس بعدها جه تليفون لدايبو وعميل طلب منه مهمة جديدة، وتشاو فاي اخد 7 وطار بيه لمكان العميل. والعميل كان موظف في غفر السواحل في جزيرة الفراخ، وقال ل7 ان في 3 غواصات بيقربوا على الجزيرة وطلب منه يدخل اكبر غواصة ويقتل القبطان بتاعها. و7 قال له هو انت لوحدك هنا امال فين الباقيين؟ والعميل قال له ان المكان قديم ومش باقي في غيره وان ليه 10 سنين اصلا ما قبضش. و7 قال له امال انا اخد فلوسي من فين؟ والراجل طلع له فلوس محوشها من قرن وقال له اتفضل. و7 شال الفلوس في جيبه وقال له ما عندكش بدلة غطس؟ والعميل قال له لا. و7 قال له ولا نضارة غطس ولا اي مصلحة انزل بيها المية؟ بس العميل قال له منين ده انا معيش بنطلون، وعرض عليه ياخد البتاع بتاعه اللي ليه 10 سنين ما اتغسلش وينزل بيه. بس 7 قال له لا شكرا انا هفكر في خطة تانية. و7 واقف على الشباك وحول نفسه لسمكة وقال للعميل اديني زقة، والعميل رماه في المية وفضل 7 ماشي في المية وصل للغواصة وعمل نفسه بيغرق. وواحد من اللي في الغواصة قالوا الحقوا ده في سمكة بتغرق ازاي معرفش. والراجل الغبي دخل 7 للغواصة وقرروا يعملوه سمك مشوي، وطلع قبطان الغواصة بسيفه عشان يقطع 7، لكن 7 رجع لشكله وقبطان الغواصة قال له انت جاي تقتلني؟ طب اقتلني يلا. و7 هجم على القبطان بسيفه بس القبطان كسره بايده وقال له شكلك استهونت بيا. بس 7 هجم على القبطان بالمقص والقبطان ضرب 7 ورماه بعيد وقال له اسمح لي اعرفك بنفسي انا ارستقراطي البحر القبطان جاك. واتصل 7 بدايبو وقال له انا خصمي قوي جدا وبطلب المساعدة، بس دايبو قال له انا فرخة ما بعرفش اعوم. وفجأة جاك افتكر لما كان في مهمة وبيسلم راجل بضاعة، وبعدها ظهر واحد شبه 7 وقتل الراجل وحاول جاك يقتله بس هو كان اقوى وضرب جاك وساب على الارض في دمه. وجاك قال مش معقول يكون الشخص ده هو التاني، ده اضعف منه بكتير. وجاك ضرب 7 في وشه ولزقه في الحيطة وقال له شكلهم شبه بعض مش اكتر. و7 سأل جاك عن السبب اللي مخليه عاوز يهاجم الجزيرة، وجاك قال له ان الموظف اللي في خفر السواحل رهن بنطلونه عشان يديله فلوس ويخليه ينقذ الجزيرة.
وهجم 7 على شباك الغواص عشان يكسره لكن ما قدرش. وجاك قال له انا هسيب الجزيرة وامشي بشرط انك تحرك لي رجلي من مكانها. و7 وافق ورمى بيض على واحد من رجال جاك. وجاك بص على الراجل بتاعه و7 فاجأ جاك وخلاه يحرك رجله. وبعدها جاك قال له الاتفاق هو الاتفاق ولازم انفذه. وجاك اخذ رجالته وساب الجزيرة ورجع تاني من مكان ما جه. و7 رجع للعميل وبلغه ان المهمة خلصت. وتاني يوم 7 كان متنكر على شكل جوز هند وقاعد على شجرة بيتفرج على البنات وهم لابسين مايوهات. ودايبو كلمه في التليفون وقال له ركز في المهمة اللي انت رايح علشانها وسيبك من البنات. وبعدها ظهر الراجل اللي المفروض 7 هيخلص عليه. ومرات الراجل ده هي اللي اتفقت مع 7 على كده لانه بيخونها. وقالت ل7 لو لقى جوزها على البحر مع واحدة يخلص عليه. بس جه ولدين ونزلوا 7 من على الشجرة وضربوه بالسكينة لانهم كانوا فاكرين جوز هند. و7 رجع لشكله الاصلي لكن الولدين قالوا له انت اكيد اللي سرقت جوز الهند اللي كان في ايدينا. وحاول 7 يفهمهم ان هو جوز الهند بس هم اصروا على رايهم. و7 اتحول لسلطعون وهرب منهم وراح لمكان الراجل اللي المفروض يخلص عليه. بس الحارس بتاعه الشخصي هيدا شون رماه بعيد. و7 حول نفسه لبطة ورجع تاني لكن برضه هيدا شون رماه بعيد. و7 عمل نفسه ناصح وتحول لسمكة بس حظه كان وحش وجات سمكة اكبر منه وكانت هتاكله. و7 ظهر بشكل الحقيقي وطلع من البحر وهيدا شون مسكه. بس 7 قال له ما تتدخلش في الموضوع ده يا ابو شعر قصير. وهيدا شون قال له انا حارس شخصي واتخرجت من المعهد التقني لتدريب الحراس الشخصيين وتخصصت في الكونغ فو وكنت كمان في فرقة امن يعني من الاخر عيل مخلص بس على مين يابا. 7 كمان قال له انا قاتل محترف متخصص في القتل. وهيدا شون استغرب وقال له انت بتعترف على نفسك. و7 قال ايوه صحيح ده القاتل غير الحارس الشخصي صباح الضحك. فالمهم بعدها 7 وهيدا شون كانوا بيستعدوا للقتال. و7 هجم على هيدا شون وضربه لكن ضربته ما اثرتش فيه وهيدا شون نزل ضرب فيه لحد ما تعب. والهدف اللي المفروض 7 يخلص عليه طلع من البيت اللي كان فيه ومشي مع الحته بتاعته. و7 قال لازم ما اخسرش الفرصه دي وقال لهيدا شون الحق حرامي. وهيدا شون بص للناحيه الثانيه و7 هجم على الهدف وكان هيخلص عليه بس فجاه هيدا شون شده وعمل ل7 حركه التصليب الذهبيه لمده 7 ايام. وفضل هيدا شون متعلق في 7 وبياكل وبيشرب وينام وهو ماسك فيه. وفجاه جت سيرتين وهجمت على 7 وحاولت تقتله لكن 7 استغل جسم هيدا شون المتصلب وصد هجومها وكسر لها القناع اللي هي لابساها. وسيرتين اضطرت تمشي وقالت له طلعت محظوظ للمره الثانيه. و7 قعد على البحر يتكلم مع هيدا شون لكن فجاه ظهر صاروخ. و7 كان بيحاول يهرب وهيدا شون كان لسه متعلق فيه بس هيدا شون بص وليه على الشط ناس كتيره وقرر يضحي بنفسه وساب 7 ورماه بعيد وصلى بجسمه والصاروخ جه فيه وحصل انفجار كبير. وهيدا شون واقف في البحر بس 7 وبقيه الناس ما حصلهمش حاجه. وظهرت بعدها مركبه عليها اشعار شركه ستان وكان جواها شخص شكله غريب. اما هيدا شون فانقذوا تشاو فيه وطلعه من البحر ودايبو كان مستنيه. ونرجع تاني ل7 والشخص اللي كان في المركبه راح له وساله لو هو اللي صد الصاروخ. و7 قال له انت ليه هاجمت الجزيره. بس الراجل كرر السؤال مره تانيه ل7 وعمل بحث في بياناته عنه وليه في تشابه بنسبه 100% بينه وبين رئيس قتله شوانو. وفجاه الراجل هاجم 7 بس 7 بعد عنه ورمى عليه مقصه والراجل كسر المقص وضرب 7 بالطاقه. و7 بدا يشوف صور عن ماضيه لكن شاو فيه اخذ 7 وهرب بيه. والراجل قال له الاعمال اولا وراح عند صخره وكان بيحاول يحركها. وخفر السواحل قال له ما تحركش الصخره لان الجزيره ممكن تغرق. والراجل اتكلم في مكبرات الصوت وكانت الجزيره كلها سامعاه. وقالوا ان يبقى امير ستان وان في صخره طاقه نادره تحت الجزيره وان جه ياخدها عشان يطور بلاد التكنولوجيا وان الجزيره دي ما كانتش موجوده بس قوه الصخره جذبت المواد وشكلت الجزيره دي. وبعد ما ياخد صخره الطاقه الجزيره دي هتتفكك وهتغرق. وطلب منهم يمشوا من الجزيره لو عاوزين يفضلوا عايشين. وفي الوقت ده 7 ودايبو ومعاهم هيدا شون كانوا في مركب وبعدوا عن الجزيره. ودايبو قال ل7 انت ما عندكش فكره عن مدى قوه سكان ستان وان الوقت جه عشان اقول لك على الحقيقه وهي ان العالم ده بيتالف من 3 قوى عملاقه. والاول شوانو مع الكونغ فو القويه والتاني ستان مع التكنولوجيا المتقدمه والتالت الناس العاديين اللي زينا. وان اكبر عدو لستان والتكنولوجيا بتاعتها هي شوانو اللي بيامنوا بالفنون القتاليه وكانوا بيحاربوا بعض العقود عشان بس بيراهنوا مين الاقوى الكونغ فو ولا التكنولوجيا.
وبالنسبة لينا فاحنا قاعدين في النص بنتفرج، ولو فكرت ترجع هتموت. و7 سكت وما ردش على دايبو، بس هيدا شون طلع فلوس من جيبه قال لي 7 ده كل اللي معايا ممكن تاخدهم وتقتل الغزاة. وفي اللحظة دي كانت مياو كيتي واقفة قدام امير ستان وقالت له انها بتمتلك نص الجزيرة وان اللي بيعمله ده ما ينفعش، وهجمته بمخالبها، بس الامير قص مخالبها ومياو كيتي وقعت على الارض. وبعدها ظهر مات بارك وبدأ يعزف موسيقى قوية جدا، بس الامير اتغلب على الموسيقى وضرب مياو كيتي ومات بارك. وخفر السواحل جيبه مسدس وكان عاوز يقتل الامير، لكن الامير شافه وضربه بالطاقة. وبعدها بدأ يظهر كل اللي 7 ساعدهم قبل كده وكانوا بيحاولوا يخلصوا على الامير، لكن الامير اتخلص عليهم كلهم. واخيرا ظهر 7 بسيفه وبدأ يبارز الامير. وفلاش باك ل7 لما كان لسه في المركب واخد الفلوس من هيدا شون وقرر انه يرجع عشان يخلص على الامير. ودايبو قال له لو رجعت هتموت، بس 7 كان مصمم وقال لدايبو انت كل مرة بتختار له مهمات، بس المرة دي انا اللي هختار. ودايبو طلع ل7 سيف وقال له ان السيف ده اللي كنت بتستخدمه قبل ما تفقد الذاكرة، وانه لقى 7 على الشط من سنتين ومع السيف ده وكان هيموت، لكن الدكتور صنع معجزات عالجه. وكان دايبو متداين ليه بمبلغ كبير مقابل علاجه ل7، وعلشان كده دايبو تحايل على 7 يبقى قاتل ويسدد المبلغ، وكمان طلع عليه اسم 7. وبعد الرغي ده كله دايبو بص ولقى 7 مشي وقال له طب كنت حتى استناني لما اخلص كلامي. ونرجع تاني للقتال، و7 هجم على الامير بالسيف وضربه، بس الامير كسر ل7 سيفه. و7 قال شكلك اديتني سيف مغشوش يا دايبو، وهجم الامير على 7، بس في اللحظه دي ظهر السيرتين ورمت سكاكين على الامير وقفته. والامير قال لها انت القاتله سيرتين اللي من شوانو وقتلت تشين جياجي من بلدنا ستان. بس سيرتين قالت له ان على راس امير ستان مكافاه كبيره، ازاي اضيع الفرصه دي؟ والامير كان هيضرب سيرتين بالطاقه، بس تشاو فاي جه وضرب الامير، وسيرتين ادت سيف ل7 عشان يقاتل بيه، وهم الثلاثه هجموا على الامير في وقت واحد. بس الامير حضر نمط القتال الكامل وضرب الثلاثه، و7 قال ده مش عدل لان في فرق بين مستوى الاسلحه. والامير مسك 7 وفضل يضرب فيه، لكن سيرتين انقذت 7 وقالت للامير ان قرار قتله مش بايدك. والامير هاجم سيرتين بالطاقه، وسيرتين صدت الهجوم، لكن الامير حضر طاقه اكبر وهاجم بها سيرتين. وفي اللحظه دي 7 زق سيرتين بعيد من ضربه الامير، وهو حول نفسه لورقه شجره وراح من ورا الامير وعمل حركه التصلب الذهبي بتاعت هايدي شون. وحاولت سيرتين تهاجم الامير، بس الامير عمل توقيف للوقت وخلى سيرتين ما تقدرش تتحرك. و7 استخدم قوته وجمع المقص بتاعه اللي كان مكسور واستدعاه بطاقه شي، والمقص دخل في صدر الامير وخرج من جسم 7، و7 وقع على الارض يا عيني، بس الامير قام تاني وما حصلوش حاجه. وتشاو فاي كان بيحاول يعمل له صدمه كهربائيه ويفوقه، ودايبو جه وقال للامير انا ملك الفراخ، والامير جري وراه. وفي اللحظه دي 7 كان بيحلم بذكريات من حياته القديمه وانه كان مقاتل الظل الاقوى، بس اتحدى تحالف القتل عشان بنت، وزعيم التحالف ادى امر بقتل 7، وبقى 7 مطارد من كل القتله. وبعد ما القتله حصروه 7 كان بيحاول يحمي البنت، لكن فجاه البنت غزت 7 بسيفها، و7 استخدم طاقته وقع الجسر اللي كانوا عليه وقعوا كلهم في الميه. ونرجع تاني للامير وكان حاطط رجل على دايبو وبتحاول سيرتين انها تخلص عليه، لكن الامير كان بيصد كل هجماتها. وفجاه 7 قام من مكانه وكانت خارجه منه قوه كبيره وكانه شخص تاني، ومسك سيفه ورجع جمعه تاني وهجم على الامير. والامير عمل درع حمايه، بس 7 قدر يدخل سيفه جواه وقطع دراع الامير. والامير استدعى مركبته كان عاوز يهرب بيها، لكن 7 قسمها له نصين والامير هرب بالعافيه. ودايبو قال له ايه الجمدان ده يا 7؟ بس 7 قال له امشي لو عايز تعيش، انا قاتل الظل من شوانو. وقبل ما 7 يكمل كلامه وقع على الارض. وفي اللحظه دي كانت سيرتين بتوري الزعيم كل اللي بيحصل عن طريق موهبه الرؤيه الفائقه، والزعيم امرها تقتل 7 وترجع السيف. وتاني يوم 7 فاق وكان رجع لطبيعته، وسيرتين اشترت له مقص بدل الكسر. وفلاش باك لسيرتين عشان نعرف قصتها ايه. وفي شوانو كان في مقاتل قوي جدا معروف باسمه مبارز زهرة الخوخ، وكانوا مقاتلين بيجوا من كل مكان عشان يتحدوه وكان دايما بيفوز. وسيرتين تبقى البنت ال13 لمبارز زهرة الخوخ، وابوها كان عنده 13 بنت وما عندوش ولا ولد، ولانه كان نفسه في ولد يعلمه كل اللي يعرفه ويورثه حرفة المبارزة بتاعته، فكان متضايق جدا وحاسس بالياس. لحد ما في يوم جت ست غريبة للبيت ومعها طفل، ودي كانت اول مرة سيرتين تشوف ابوها بيضحك. وبعدها بفترة قصيرة ام سيرتين اخدتها وسابوا البيت، وسيرتين ما كانتش عارفة ايه السبب ومش فاكرة غير ان ابوها ما طلعش حتى يودعهم، بس لان ابو سيرتين كان ليه اعداء كتيرة فثلاثة منهم استغلوا خروج مراته من البيت لوحدها وهجم على سيرتين وامها. وسيرتين حاولت تدافع عن امها، لكن الكترة غلبت الشجاعة وقدروا يقتلوا ام سيرتين وهاجموا سيرتين
سيرتين وكانوا يقتلوها، لكن فجأة ظهر شخص لابس قناع وأنقذ سيرتين وقتل الثلاثة. وسيرتين طلبت من الشخص ده إنه ياخدها معاه، بس هو قال لها إنه ما جاش لإنقاذها وإنه قاتل بيقتل عشان الفلوس. لكن سيرتين قالت له إنها تبقى قاتلة زيه، وطلبت منه يعلمها في الكونغ فو، وقالت لنفسها إنها هتهزم كل الرجالة بما فيهم أبوها. ولما سألها عن اسمها قالت له إن اسمها سيرتين. وفلاش باك تانية بس المرة دي لداي بو اللي كان عايش في مزرعة فراخ، وصاحبه داي فاي قال له إنه سجل اسمه في المصارعة. بس داي بو قال له أنت فكرت كويس، ده كل يوم فرخة بتموت في المصارعة. بس دا فاي قال له إن في حد أكل شاو فاي امبارح، وعاجلا أما آجلا هيجي دوري، ولازم يعمل كده عشان شاو فاي، لأن الفراخ المصارعة محدش بياكلها، وابنه مش هيبقى خايف إن حد ياكله زي أمه، وعلشان كده هيتحدى ملك طيور التدرج. وجاي يوم المصارعة ودا فاي دخل لحلبة المصارعة، وكان المفروض عشان يفوز يفضل قاعد لمدة 5 دقايق. وبدأ القتال ودا فاي أخذ ضربة من ملك الطيور وقع، بس داي بو شجعه وقال له قوم عشان ابنك. وفعلا دا فاي قام وهجم على ملك الطيور وضربه بمنقاره، وملك الطيور اتعصب جدا وهجم على دا فاي وضرب راسه في الأرض، لكن دا فاي استخدم رجله وضربه وبعده عنه وهجم على ملك الطيور وكسر صابعه. وما كانش بقى المباراة إلا 3 دقايق بس، ولكن ملك الطيور أخذ حقنة معززة للطاقة وهجم على دا فاي ومسكه من رقبته وقال له أنت مش هتخرج من هنا حي. وبرغم إن ال5 دقايق كانوا عدوا والمفروض دا فاي يبقى فاز، بس ملك الطيور استمر في ضربه. وداي بو حاول ينقذ صاحبه، بس الناس اللي كانت بتتفرج مسكته، وملك الطيور قتل دا فاي. وتاني يوم داي بو ما كانش عارف يقول ازاي لابنه شاو فاي ان ابوه مات، بس داي بو قال له ابوك مات يعني هيعمل له ايه؟ وشاو فاي فضل يبكي. وداي بو قرر ينتقم لصاحبه داي فاي وسجل اسمه في المصارعة. وبالليل كان داي بو بيفكر ازاي يفوز على ملك الطيور. وتاني يوم داي بو دخل لحلبة المصارعة وبدأت المباراة، وملك الطيور مسكه ورماه يمين وشمال، وداي بو وقع على الارض وافتكر انه مات، بس داي بو قام من مكانه وقال له طب اهو، وملك الطيور مسكه وضربه تاني. وداي بو ما استسلمش وقام مرة تانية، وملك الطيور مسكه برضه وفضل يضرب فيه. وداي بو رجع قام مرة تانية، لكن المرة دي كان ماسك في ايده نفس الحقنة المعززة للطاقة، وقال لملك الطيور انا اكتشفت حيلتك القذرة اللي فزت بيها على دا فاي، وسبتك تضربني عشان اقدر اسرقها منك. وملك الطيور قال ان الحقنة دي مش هتشتغل معاك لانك ضعيف واوعيتك الدموية ممكن تنفجر. بس داي بو اخذ الحقنة برضه وفضل يضرب في راسه ووقع على الارض. وملك الطيور قال ان المعزز قوي جدا حتى جسمه مش بيقدر يستحمله، هو مش بياخده الا للضرورة القصوى. وداي بو كان في الوقت ده بيحلم بصاحبه دا فاي لما وراله ان ابنه شاو فاي بيقدر يطير. وداي بو استغرب وقال له ازاي ده يحصل، ودا فاي قال له لان امه حمامة، وساب له شاو فاي وقال له انا هسيبه لك تخلي بالك منه. وفجأة داي بو فاق وقوته زادت وشكله اتغير وبقى مخيف، وظهرت له مخالب كبيرة. وملك الطيور قال له شكلك بس المخيف لكن انت ضعيف زي ما انت، وهجم عليه وضربه، بس داي بو ما اثرتش في الضربة. وملك الطيور استخدم طاقة تشي وهجم على داي بو، لكن داي بو صد هجمته بايده وفضل يضرب في ملك الطيور لحد ما وقع على الارض. وملك الطيور قام وحاول يهاجمه، بس داي بو ضربه وكان هيخلص عليه. وملك الطيور فضل يضحك، وداي بو سأل عن السبب اللي بيضحكه. وملك الطيور قال له انت فاكر لما تقتلني وتبقى انت ملك الطيور مش هتتاكل؟ لا يا حبيبي، ده اول ما تبقى عاجز عن المصارعة هياكلوك على طول، لان الفراخ ما بيقدرش يحمي نفسه من الاكل. بس داي بو قال له انت ما كنتش هدفي من الاول، ومسك ملك الطيور ورماه على الرئيس. والرئيس ضرب طلقه بمسدسه على ملك الطيور، بس داي بو نط ومسك الرئيس بمخالبه من رقبته وقال لرجالته طلعوا كل الفراخ من الاقفاص. والرئيس امر رجالته يسمعوا الكلام، واتفتحت كل الاقفاص والفراخ هربت. والرئيس قال لداي بو انت فاكر لما تحرر كل الفراخ كده انتصرت؟ ما هم لو راحوا اي مكان هيتاكلوا. وداي بو قال له انا مش معتمد على رحمة البشر، وفي يوم من الايام هبقى قوي جدا وهخلص على البشر اللي زيك. وداي بو رفع مخالبه وكان هيقتل الرئيس، لكن ليه شاو فاي قدامه وما قدرش يعملها، وساب الرئيس وكان هيمشي مع شاو فاي. لكن فجأة قوة داي بو خلصت وقع على الارض، والرئيس طلع بندقيته وكان هيخلص عليه، بس شاو فاي مسكه وطار بيه بعيد. والرئيس كان هيتجن، وراح داي بو وشاو فاي للجزيرة، وبعد ما وصلوا لقي بالصدفة 7 مرمى على الشط. وداي بو اتجاهله وكان عاوز يسيبه ويمشي عشان ما يدخلش نفسه بمشاكل، لكن شاو فاي رفض يسيبه وفضل ينط فوقيه، واضطر داي بو يساعد 7 وينقذه. وبيرجع 7 يفتح محل الحلاقة بتاعته ويدور على طريقة يجمع بيها الفلوس اللي محتاجها علشان يتعالج وذاكرته ترجع له. وفي الوقت ده ظهر قدامه هيدا شون وقال له ان في قتلة جم للجزيرة وانهم بيحاولوا يوصلوا لهم ومش عارفين. وبما ان 7 قاتل فهيدا شون كان شايف ان 7 يقدر يوصل لهم، وقال ل 7 ان
ان في مكافأة مالية كبيرة للي يلاقي القتلة دول، ودايبو قال لسيفن ان دي فرصتهم عشان يجمعوا الفلوس اللي محتاجينها. بس سيفن قال له ان دول قتلة محترفين، يعني عيال مخلصة وما يعرفوش الرحمة، ازاي هوصل لهم؟ لكن دايبو اداله اداة جديدة بتطلع سكاكين صغيرة ودربه عليها وقال له يلا انطلق. وراح سيفن قاعد في مطعم عشان ياكل، وكان بيفكر ازاي يلاقي القتلة دول، ولقى راجل قاعد جنبه وقال له هو انت قاتل؟ والراجل قال له ايوه انا قاتل، وطلع له نرد وقال له يلا نلعب. بس سيفن ضربه بالاداة اللي معاه والسكينة جت في قلب القاتل ووقع. وصاحب المطعم اتخانق مع سيفن لانه قتل الراجل قبل ما يدفع الحساب، وسيفن جري وراح لمطعم تاني وطلع صاحب المطعم ده قاتل، وسيفن عرف بالصدفة. لكن صاحب المطعم افتكر ان سيفن يعرفه وفضل يضرب في سيفن، لكن سيفن اتنكر وقدر يهزمه وهرب. ولما دخل للحمام لقى في واحد لابس قناع وقال له هو انت قاتل؟ والراجل قال له انت عرفت ازاي؟ وسيفن قال له من لبسك يا اهبل وسابه ومشي. انا مش عارف ايه الناس الهبله دي. فالمهم في الطريق سيفن لقى البنت اللي ساعدها قبل كده كولا واقفه بتتكلم مع راجل ماسك سيف اسمه اتشيرو، واتشيرو كان بيسال كولا مين اقوى راجل على الجزيره، وكولا قالت له مش هقول لك، بس اتشيرو قال لها لو ما اتكلمتيش هقتلك. وكولا قالت له ان اقوى شخص على الجزيره وراك على طول. وفجاه اتشيرو لقى مقص كان هيجي فيه وصده بسيفه، ولقى سيفن وضرب عليه نار وقال له انا السياف الخاطف اتشيرو، وكان فاكر ان الطلقه جت في سيفن. وسيفن كان مرمى على الارض، لكن بعدها قام وكان ماسك الطلقه بمقصه وهجم بمقصه اتشيرو. كان اتشيرو بيحاول يصد الهجوم، لكن سيفن هجم عليه وضربه، واتشيرو وقع على الارض وقال ايه الراجل القوي ده. ورجع سيفن لمحل الحلاقه تاني بعد ما خلص مهمته، وهناك راحت له سيرتين وقالت له ان في قتله جايين علينا، بس انت مش هتقدر تهزمهم واحسن لك تهرب. وتاني يوم اتشيرو راح لسيفن محل الحلاقه وهو متنكر، بس سيفن عرفه على طول. واتشيرو قال له انا اشتغلت في شركه وجاي اقص شعري، وسيفن قال له اكيد عشان بنت طبعا، وعمل له قصه ملهاش حل. وبالليل سيرتين راحت لسيفن عشان تقتله لانها ما رضتش تقتله لما كان مصاب كرد جميل ليه، لانه انقذها لما امير ستان كان بيحاول يقتلها. ولازم سيرتين تقتل سيفن زي ما طلب منها زعيم القتله اللي تبناها. وسيرتين هجمت سيفن، بس سيفن جري منها، وسيرتين بدات تطارده وترمي عليه السكاكين، والراجل الغلبان ده طار نص شعره بالغلط. وفضلت سيرتين تطارد سيفن وسيفن بيجري منها. وبعدها شياو فاي اخذ سيفن وطار بيه، لكن طائر سيرتين مسك شياو فاي وقع سيفن على الارض. وسيرتين كانت بتفتكر كلام زعيم القتله ليها لما تبناها، ووقتها قال لها انها ما ينفعش تعارضه او تساله عن اي مهمه يطلبها منها، وان مشاعر القاتل ما ينفعش تسيطر عليه. وسيرتين كانت هتقتل سيفن، لكن سيفن اقترح عليها انها تضربه 3 ضربات، ولو وقع تبقى هي اللي فازت وتقدر تقتله بسيفها بسهوله. وسيرتين وافقت وقالت له لو انت فزت اهرب وروح اي مكان ما اقدرش الاقيك فيه وهدي لك سيف السحري. بس سيفن قال لها انا مش مهتم بسيفك، انا عاوز لو فزت اخرج معاك في ميعاد. وسيرتين ما ردتش عليه وبدات تستعد لاول ضربه، وهجمت سيفن بسيوفها الاثنين، بس سيفن حول نفسه لسيف من سيوفها واتفادى الضربه، وسيرتين مسكت سيفن على اساس انه سيفها. وبعدها سيفن رجع لشكله وسيرتين لقيت نفسها ماسكها. وفجاه سيفن لمح حد بيراقبهم ولا سكينه جايه ناحيه سيرتين، بس سيفن بعد سيرتين على السكينه والسكينه قطعت شعرها. وظهر الشخص اللي هاجمهم وطلع اخت سيرتين 11 ظهرت الخوخ. وسيرتين استغربت، بس 11 طارت وبعدت بعيد. وسيرتين ضربت سيفن بالقلم وقالت له كده الضربه الثالثه وانت فزت، وادت له ورقه مكتوب عليها اسماء، وقالت له انها جت للجزيره عشان تجمع معلومات عنها وتقتل اقوى الشخصيات اللي فيها، لان شوانو عشان يسيطروا على اي مكان بيبعتوا حد يقتل كل الشخصيات القويه في المكان. وبكده بقى الناس مش هتقدر تدافع عن نفسها ويقدروا يحتلوا المكان باقل مجهود واقل عمليات قتل. وانها كانت عاوزه تقتل مات بارك لانها افتكرت ان اقوى شخص على الجزيره، لكن بعدها ظهر اشخاص تانيين اقوياء، وانها عدت الوقت اللي المفروض تقتل فيه الاسماء المكتوبه عنده في الورقه. وعلشان كده استاذها بعد قتل من شوانو يكملوا المهمه مكانها. ودايبو جاي في اللحظه دي وقال لسيرتين انت اللي كتبت الاسماء دي مش كده؟ وسيرتين قالت له ايوه، وقالت لسيفن ان في قتله كتير متوجهين ناحيتنا، سواء كنت عاوز تدافع عن المكان ده او تهرب فانا مش متضايقه، واستاذ عاوز يقتلك. وتاني يوم في مقر الكلاب ظهر كلب معاه جيتار وهاجم الكلاب، ودخل للمقر وقال لمات بارك انا جاي اخلص عليك. وبعدها مات بارك فتح عينه ولقى نفسه مصاب وجنبه مياو كيتي وسيفن.
ومات بارك قال لهم على الكلب اللي هجم المقر وكان بيعزف موسيقى جميلة وقدر يأثر عليه بنغماتها وضربه وكان هيقتله، ولما افتكر انه مات هرب، وسيفن قال له ما تقلقش احنا هنمسكه. وبالليل سيفن خلى مات بارك يقعد في مكان مكشوف علشان الكلب القاتل يظهر، وفجأة الكلب القاتل ظهر وربط مات بارك بالموسيقى بتاعته، بس سيفن كان متنكر على شكل ازازة وضرب بيها الكلب القاتل ومسكه، لكن الكلب القاتل بدأ يعزف وسيفن اتأثر بالعزف والكلب القاتل كان هيقتله، لكن دايبو انقذ سيفن وحاول الكلب القاتل يقتل دايبو، بس سيفن طير نغماته بمقصه والكلب القاتل كان بيرمي سيفن بنغماته القوية، وسيفن فضل يهرب منه وبعدها هاجمه وخلاه يرمي الجيتار ومسك سيفه وهاجم بيه سيفن، بس سيفن صد الهجوم بمقصه، واكتشف سيفن ان الكلب القاتل مش كلب ولا حاجة وانه لابس قناع، وسيفن شال القناع بتاعه واتضح ان الكلب القاتل يبقى القطة مياو تشاي الايد اليمين لمياو كيتي، ومياو كيتي قالت له انت كنت فين مختفي ليك 6 شهور، ومياو تشاي قال لها انه بيحبها وعلشان كده ساب الجزيرة وراح يشوف مكان تاني فيه قطط حلوة يقدر ينساها بيهم، ووصل لمكان اسمه شوانو، وبعد ما اكل كل الاكل اللي كان واخده معاه اضطر يتعلم الغنى عشان يجيب فلوس، بس هاجموه حرامية وكان هيخلصوا عليه، وفي اللحظة دي ظهر واحد اسمه النغمة المميتة وانقذ مياو تشاي وقال له يحاول يعزف النغمات الحزينة، وبعدها اتعلم مياو تشاي العزف ورجع للجزيرة، بس ليه مات بارك بيعزف لمياو كيتي وعرف انه ثبتها وانها رجعت له وعلشان كده قرر ينتقم منه، بس مياو كيتي قالت له انها مش معجبة بيه ومش حاسة بحاجة من ناحيته والموضوع ملوش علاقة بمات بارك، وتاني يوم مياو تشاي اخد مركبه ومشي ومياو كيتي وسيفن والباقيين ودعوه، وبعدها سيفن رجع لصالون الحلاقة بتاعته وكولا راحت له وطلبت منه يروح يتمشى معاها، وسيفن ركب على عجلته واخد كولا وكانوا بيتمشوا بيتكلموا، وسيفن سأل كولا لو الدكتورة المعجزة عالجها، وكولا قالت له لا بس هو ادالها ازازة فيها دواء وقال لها تستمر عليه وهي حست نفسها احسن وبطلت العلاج الكيماوي، وسيفن قال لها امال انت مبسوطة ليه، وكولا قالت له انها بتحاول تتبسط باللي باقي ليها، ربنا يشفي كل مرضى السرطان يا رب. فالمهم وبعدها كولا بعدت شوية عن سيفن وفجأة ظهر قاتل اسمه ليزارد وربط سيفن بلسانه واخفى نفسه، وبقى سيفن لا عارف يتكلم ولا عارف يتحرك، واي حد كان بيعدي كان بيشوف سيفن وهو ثابت كده وبيستغرب، وكولا رنت على تليفون سيفن بس ليزارد رد عليها وقال لها الرقم اللي طلبته غير متاح، وفي الوقت ده امير ستان ظهر في الغابة وكان رايح ياخد حاجة تخص تقنية ستان، بس شافته كولا وهددته انه لو ما خدهاش معاه لستان هتندى على سيفن يجي يمرمطه، وامير ستان اضطر ياخدها يا عيني، اما سيفن فكان نايم وليزارد كان لسه رابطه وهيموت من التعب، ووصلت كولا لستان وامير ستان عمل عليها فحص طبي وقال لكولا انه اكتشف من الفحص انها كانت تجربة دمج جيني لعينات من شعب ستان، وكانت من اصل 16 تجربة حصلت من 14 سنة في ستان بهدف ولادة اشخاص عندهم ذكاء عالي وقوة خارقة، لكن التجربة فشلت وكل الاطفال اللي اتولدوا كان عندهم عيوب جينية وما عاشوش مدة طويلة، وكولا بس اللي عاشت لأطول فترة، ولما كولا عرفت بكل ده قالت له بس انا كنت عايشة في الجزيرة، وامير ستان قال لها ان امك كانت باحثة وهربت من ستان وراحت للجزيرة وسرقت عينات التجربة الخاصة بالدولة وهم بيعتبروها هاربة من الدرجة الثانية، وان السرطان اللي عندها ده عيب جيني، وامير ستان عرض عليها انه يعالجها بشرط انها تفضل في ستان وتشارك في بحثهم، بس كولا قالت له ان ستان مملة وانها عاوزة ترجع للجزيرة، ورجع كولا للجزيرة ولقيت سيفن قاعد في مكانه وصحته، وليزارد ملقاش فايدة من اللي بيعمله وركب معاهم ومشيوا، وامير ستان كان بيراقبهم من بعيد وقال ازاي هم يعرفوا يبقوا مبسوطين كده انا احترمتهم، وتاني يوم دايبو اتصل بسيفن وقال له انه في زبون مهم في المحل وعايز يقص شعره وطلب منه يجي بسرعة، اما سيرتين فراحت لحداد وورت له السيف اللي كان مع سيفن، والحداد قال لها ان السيف ده كنز وطني وقوي جدا واتعمل من 1000 قطعة وهجماته صعب حد يتوقعها او يوقفها لانه بيتفكك وبيرجع تاني، بس مش اي حد يقدر يستخدمه، وفي الوقت ده كان سيفن راح لدايبو ولقى القبطان جاك مستنيه مع رجالته ومعلقين دايبو من رجله على السطح، وجاك قال لسيفن انه جه يرجع كرامته بعد اللي عمله فيه، وسيفن ما كانش عارف جاك بيتكلم على ايه، بس جاك امر رجالته يكبوا بنزين على دايبو وحط شمعة وقال لسيفن لو ما
ما هاجمتنيش خلال 10 دقايق دايبو هيتحرق. و7 هاجم جاك بمقصه، لكن جاك اتفادى الهجمة وحاول 7 يقطع الحبل اللي دايبو مربوط بيه، بس رجالة جاك كانوا بيبعدوا المقص بتاعه. و13 كانت بتفكر من اللي سمعته من الحداد وبتقول لنفسها يا ترى مين 7 ده وليه معاه سيف سحري. اما 7 فكان لسه بيحاول ينقذ دايبو والوقت كان بيجري. و7 هاجم جاك بالمقص بس جاك صد هجومه وفضل يضرب فيه وقال انا استنيت 3 سنين عشان اليوم ده، لان فضلت سنة اتعالج من اللي عملته فيا، والسنتين الباقيين كنت بتدرب وبشوفك زي الكابوس في كل مكان. و7 ما كانش عارف يعمل ايه بعد ما استخدم كل حركاته الهجومية وفشلت، وقال انه لازم يفتكر اي حاجة عن ماضيه تساعده، وقام من مكانه ورمى المقص وجرح نفسه. وفي اللحظة دي 13 جات وقفت قدام جاك وقالت له لو قربت من 7 هقتلك. و7 وقع على الارض وجاك كان هيهاجم 13، بس فجأة 7 قام من مكانه ومسك 13 وهاجم جاك، ومع ان جاك ما حصلوش حاجة، بس لما لقى 7 اتحول للقاتل اللي أذاه قبل كده هرب مع رجالته. ودايبو اتنسى يا عيني واتحرق بس كان لسه حي، وجاب دكتور معجزات يعالج 7 من اصابته. وبعدها بكام يوم دخل راجل لدايبو صالون الحلاقة ووراله فيديو لشاو فاي و7 وهم مخطوفين، وقال له لو عاوز تنقذهم روح للمكان ده. ودايبو جرى على المكان اللي قال عليه الراجل ولقى ملك الطيور اللي هزمه قبل كده مستنيه هناك، بس كان نص جسمه آلي. وملك الطيور فضل يضرب فيه وقال له انه قدر بتقنية ستان يخطف 7 وشاو فيه، وانه بعد ما اتهزم منه صاب مزرعة الفراخ، والناس كانت بتتنمر عليه وبتضربه. وفي النهاية ستان اخده ولقى نفسه بيتعمل عليه تجارب وكان هيموت، بس اصراره ان دي ما تكونش نهايته خلاه يعيش وبقى جسمه اقوى بكتير، ورجع عشان ينتقم من دايبو على اللي عمله معاه. لكن فجأة دايبو قدر يحول نفسه ويعزز قوته من غير اي مواد، وقال لملك الطيور انه كان بيدرب نفسه الفترة اللي فاتت عشان يعزز طاقته، ومسك جسم ملك الطيور وكان هيدمره، بس ملك الطيور رماه بعيد وطاقة دايبو المعززة خلصت بسرعة وملك الطيور كان هيقتله. بس دايبو قبل ما يموت قال له سيب شاو فاي و7 يعيشوا، وملك الطيور قال له انت فرخة تخينة وملاش لازمة، مش كان نفسك تنتقم من البشر وتخلص منهم؟ ايه غير لك رأيك؟ ودايبو قال له انه في البداية كان بيتمنى موت كل البشر وخلى 7 قاتل عشان كده، بس 7 ما نجحش في ولا مهمة، بالعكس ده كان بيحمي الناس، وحتى شاو فاي بقى بيحبه وده اداله امل وغيره. بس ملك الطيور اتضايق من كلام دايبو، واتضايق كمان من ان دايبو ليه السعادة في حياته وكان هيخلص عليه. بس فجأة ظهر دافاي وهجم على ملك الطيور، وملك الطيور كان هيتجن، بس طلع 7 هو اللي متنكر في شكل دافاي وقطع سلك الآلي بتاع ملك الطيور وهزمه وكان هيقتله. لكن دايبو قال ل7 ان الموضوع خلص خلاص واخده ومشي. وبالليل 7 قال لدايبو ان في حاجة كنت عاوز اقولها لك من زمان، شكرا انك انقذتني. وتاني يوم 7 جات له رسالة مكتوب فيها انها من 13 وكانت بتطلب منه يقابلها على الشط، و7 راح واشترى وردة وجاب له بدلة وعمل فيها رومانسي. وبالليل 7 شغل اغاني ولاقي 13 واقفة على الشط وراح ادالها الوردة، بس لما بص في وشها قال لها ايه ده انت حقنت بوتكس؟ وبعدها اتضح انها 11 اخت 13 وغزت 7 بخنجر مسموم، و7 وقع على الارض و11 كانت هتقتله. لكن هيدا شون جه وشافهم وقال ل 11 ايه اللي موقفك هنا في الوقت ده وفي قتل على الجزيرة؟ بس 11 قالت له انها جايه تقابل حبيبها، وهيدا شون قال لها خلاص انا هقف هنا احرسك. و11 اخذت بالها ان هيدا شون مطلوب في قائمة الاغتيالات وهجمته وبدأت تقاتله وهزمته وكانت هتخلص عليه، بس الست اللي من جمعية تطهير الجزيرة جات وهجمت 11. وفي اللحظة دي 13 ظهرت وحمت اختها، و7 لما شافها ادالها وردة وفضل يغني لها، و13 عرفت ان 7 مصاب ومش عارف بيقول ايه، واخدت 11 اختها وراحت بيها المكان تاني. و11 قالت لها انا ماليش اخ ولا اب ولا علاقة تربطني بعيلة ماي هوا، وكمان هم ألذ اعدائي. و13 قالت لها انا كمان بحتقر ابويا وهزمه بنفسي، بس ما ينفعش ندخل اخونا في اللي بيحصل. وفجأة ظهر حد وهاجم 11 و13 وفلاش باك لورا عشان نعرف ازاي 7 بقى معاه سيف الكنز الوطني من شندوان. وفي وقت ما كانت 13 لسه صغيرة وبتتعلم من استاذها جات رسالة لاستاذها بتقول له ان الزعيم عاوزه، ولما راح لقى ان الزعيم ضم لقتلة الظل ولد عنده 15 سنة اللي هو 7، وطبعا ان ولد صغير كده ينضم لقتلة الظل فمش حاجة سهلة، وعلشان كده 7 كان ليه اعداء منهم قاطر الظل كوان صاحب الاسنان الحمراء. وكوان هاجم 7 وهو في الطريق، و7 كان رافض يقتله، بس كوان كان مصمم يخلص على 7 وحصل بينهم قتال قوي، وكوان كسر سيف 7 وهجم عليه وكان هيقتله. وفي الوقت ده كان استاذ 13 بيتفرج من بعيد ولقى ان 7 مش سهل برضه وعنده سرعة بديهة وحركته
سريعة، وعلشان كده وقف القتال وقال لكوان ان ما ينفعش اتنين من قطرة الظل يتقاتلوا مع بعض. ولما لقى ان سيف 7 كسر كوان قال ل7 ان سيفه ضعيف ومحتاج سيف اقوى منه، وان في سيف قوي جدا كنز وطني من شندوان محروس من روح الالفية المظلمة. وراح 7 لمكان السيف. ونرجع تاني للجزيرة، ورئيس جمعية التطهير في الجزيرة جانج كانت بتاكل في بيتها، بس فجأة ظهر قدامها كوان وقال لها ما شفتكيش ليا كتير يا صاحبتي القديمة. بس جانج قالت له انت اتعلمت في السر طريقة شيطان الدم وما بقتش تلميذ في عشيرة زنبقة السماء ومالكش حق تناديني بصاحبتي القديمة. لكن كوان قال لها مش انت اتطردت بسبب علاقة غرامية؟ وجانج قالت له ما تفتريش عليا يا كوان. بس كوان قال لها انا اسمي الاسنان الحمراء. وابتدى القتال بين كوان وجانج، والاتنين هاجموا بعض بالطاقة وعملوا انفجار ضخم. بس جانج لقيت ان مستوى القوة بتاع كوان اتحسن بسبب شرب للدم، وكوان ضرب جانج ورماها بعيد وقعت على 7 وهيدا شون. وراح كوان عندها، و7 لما شافه افتكر لقطات من القتال اللي دار بينهم. وكوان قال لجانج انا ما جيتش عشان اقتلك، انا عاوزك بس تفتحي ختم الزنبقة البيضاء اللي عليا. وجانج قالت له انت ليه مش راضي تفهم ان حبست شيطان الدم في جسمك لمصلحتك؟ بس كوان قال لها انت بتتكلمي بنفس طريقة استاذنا وهجم عليها باسنانه. بس 7 استخدم جسم هيدا شون المتصلب وحمى جانج من اسنان كوان، ومسك 7 هيدا شون وكان بيتخانق بجسمه. لكن كوان عرف نقطة ضعف هيدا شون ولغى التصلب وضربه. و7 هاجم كوان بالمقص، وكوان قال له ايه لعب العيال ده؟ وفي اللحظة دي جانج راحت ل7 وهو بيحرك في المقص وقالت له انها مضطرة تستخدم قوة عشيرة زنبقة السماء الاستثنائية أزهار الزنبقة البيضاء. و7 قال لها طب ما تستخدميها، مستنية ايه؟ وجانج قالت له عشان اقدر استخدمها لازم ابوس حد من الجنس التاني. و7 قال لها طب ما تبوسي هيدا شون، بس هيدا شون قال له انا ميت شوف حد تاني. و7 قال لها يبقى اتشرو، لكن اتشرو قال انا مصاحب وصاحبتي هتزعل. وفي الوقت ده كوان كان اتحول وبقت قوته كبيرة جدا، وجانج لحقت نفسها وبست 7. اما 13 فاتضح انه استاذها هو اللي هاجم 11 وقال لها مش انا امرتك تقتلي 7 وتجيبي لي السيف؟ بس 13 قالت له انه انقذها وكانت مديونه له، واستاذها قال لها سيبيني ارد المعروف علشانك وبعدها قتله. ونرجع تاني لجانج اللي اتحولت فجأة وبقت شاب جميلة وقوتها زادت جدا وضربت كوان ورمته على الارض. وكوان في اللحظة دي افتكر لما كان هو وجانج لسه تلاميذ في عشيرة الزنبقة البيضاء وحبوا بعض، بس العلاقات الرومانسية ممنوعة في زنبقة السماء. وكوان طلب من جانج انها تمشي معاه وتسيب العشيرة، بس جانج اللي طلع اسمها هوليان رفضت لانها ورثت عشيرة الزنبقة البيضاء، وعلشان كده كوان حرر شيطان الدم وشيطان الدم اتملك جسمه، وكوان ما بقاش قادر يتحكم فيه. وجانج اضطرت انها تعالجه على الرغم من رفض استاذها اللي كان شايف انها بكده هتكون كسرت قوانين العشيرة. وجانج قالت انها بتحبه. ونرجع تاني لكوان، وبعد ما افتكر كل ده قال لجانج ان قوة عشيرتها كبيرة جدا وليها حق ترفض تمشي معاه. بس جانج قالت له انه فاهم غلط، وحاولت جانج تطلع من كوان شيطان الدم، لكن كوان رفض يسيبه. وجانج لقيت نفسها هتقتل كوان ولغت طاقتها وطلبت من كوان يسيب شيطان الدم. بس كوان قال لها انت قوتك مخلياك كابتة مشاعرك، وازاي نقدر نعيش من غير مشاعر؟ وكوان هاجم اتشرو وهيدا شون اللي كانوا واقفين، وجانج صدت عنهم الهجوم. وراح كوان ل7 وامتص طاقته، بس استغرب ان طاقته كبيرة جدا. وشياو فاي انقذ 7 وبعد عنه كوان، لكن قوة كوان زادت جدا. وشياو فاي حاول يهاجمه، وكوان فصل راسه عن جسمه، وحاول دايبو يهاجم كوان، لكن كوان عضه بسنانه ورماه بعيد. و7 كان مرمى على الارض ومش قادر يتحرك، وراح لكوان ومسكه وكان هيقتله. و7 شاف اصحابه عين على الارض وكان مش قادر يعمل لهم حاجة. وفي افكاره ظهر له 7 القاتل وقال له سيبنا سيطر على جسمك وهتبقى اقوى قاتل في العالم، لان محدش يقدر يهرب من ماضيه. وفجأة 7 فاق وهاجم كوان، وفي اللحظة دي كوان افتكر وكان هيهاجمه، بس استاذ 13 اتدخل وقال ان قتال قتلة الظل ما ينفعش يتم في العلن، وفعل حوالينهم حقل طاقة عشان محدش يتدخل في القتال. و7 مسك سيفه وهاجم كوان بسيفه وبمقصه، بس كوان ضربه واخد منه السيف. واتضح ان 7 كان طول الفترة دي بيتدرب وبيقوي مهاراته، وعلشان كده اختار يقاتل بشخصيته الجديدة مش بشخصية اقوى قاتل في العالم. وكوان عمل دفاع شيطان الدم، بس 7 هاجمه بمقصه والهجوم اثر في كوان وخسر جزء كبير من طاقته
طاقته، و7 كمان كان استهلك طاقته. وفجأة أستاذ 13 هجم على كوان وقتله، وقال ل7 إن شاو نو هتبعت قتلة تانيين عشان يخلصوا على كل حد في الجزيرة. وبعدها حقل الطاقة اتلغى، و7 خرج مع أصحابه وقضى معاهم يومين لحد ما ظهر قاتل جديد في الجزيرة اسمه لي يان القبضة الناسفة، وسأل على أقوى حلاق في الجزيرة. وفجأة 7 عدى من جنبيه وقال له بلغ كل القتلة إن أرجع لشوانو عشان أطالب شخصيا براس الرئيس. وانتشرت الأخبار وبقت الجائزة على راس 7 أكبر بكتير. وبعدها بيظهر 7 وهو بيقاتل أكتر من شخص في الغابة، وكانوا بيحاولوا يقتلوه بس طلع ده حلم دايبو. وقام دايبو من النوم مخضوض وكان بيدور على 7 بس ما قدرش يلاقيه في أي مكان. وفلاش باك من سنتين بعد ما دايبو لقي 7 وعالجه، وبعدها بالصدفة دايبو شاف الدكتور المعجزة وهو معاه صندوق وكان خايف عليه وبيحاول يداريه. ودايبو قال بس يبقى الصندوق ده فيه تحويشة العمر. ودايبو راح ل7 وعمل نفسه انه اتسمم، وقال ل7 ان الدكتور المعجزة سممه لانه ما ادالوش فلوس الشهر بتاعت علاجه، وعلشان ما يموتش لازم 7 يسرق له الصندوق اللي فيه ترياق السم من الدكتور. وراح 7 لعيادة الدكتور وقدر يدخل من غير ما الدكتور يحس بس ما لقاش حاجة. و7 فضل يدور على الصندوق لحد ما وقع من ممر سري تحت الارض وليه مكان شكله غريب وفيه اعشاب وبرطمانات فيها عينات. وفضل 7 يدور على الصندوق لحد ما لقى الدكتور والصندوق كان جنبه. ودايبو افتكر ان 7 لقى الصندوق واخد اللي فيه وهرب. وراح دايبو يشوف 7 ونزل في مكان الدكتور السري وهناك لقى 7. و7 حاول ياخد الصندوق من الدكتور لكن الدكتور شافه وهاجمه. ودايبو قال له خلاص سيب الصندوق وتعالى، بس 7 رفض يسيب الترياق اللي هينقذ صاحبه ويمشي. ودايبو كان هيسيبه يهرب هو بس لما افتكر وش 7 هو بيقول له لازم انقذك رجع تاني ليه. و7 فضل يحاول انه يوصل للصندوق لكن الدكتور كان بيصد كل محاولاته. ومع انهم ما خدوش برضه الصندوق لكن دايبو عرف ان 7 صاحب جدع، وعلشان كده دايبو اخد شياو فاي وراح بالمركب يدور على 7 اللي اختفى فجأة من الجزيرة. وفي الوقت ده كان 7 في مركبة بيحاول يوصل لشوانو بس وصل بالغلط لدالي. ولما لقى بنات حلوين واقفين على الشط 7 قال خلاص مش مشكلة دي احسن من شوانو. والبنات ادوا ل 7 عصير جوز الهند، واول ما 7 بدأ يشربه غاب عن الوعي. والبنات طلعوا لابسين اقنعة وشكلهم الحقيقي وحش جدا. وبعدها 7 فاق ولقى نفسه قاعد في السجن وجنبه مياو، وقال لمياو احنا محبوسين ليه؟ ومياو قال له ان سكان دالي بيمسكوا اي ذكر وبيخيروه بين انه يقتل امير الجمال وبين انهم يستعملوه في التكاثر. و7 استغرب وقال يعني دالي كلها ما فيهاش حد يقتل الامير ده؟ والملك ظهر وكان معاه بنته وهما الاتنين كانوا وحشين برضه. والملك قال ل7 ان محدش يقدر يقتل امير الجمال لان لو عكس صورة وشه في المراية ووجه المراية على اي حد بيتحول وبيبقى شكله وحش زي امير الجمال، وكمان بيبقى تابع ليه وبيقدرش يهاجمه. ولازم يقتلوا امير الجمال عشان اللعنة تتفك على الجزيرة وكلهم يرجعوا لشكلهم الاصلي. والملك قال ل7 لو قدرت تقتل الامير هجوزك بنتي. بس لما 7 بص على بنت الملك قال له لا شكرا اموت اسهل. ودايبو كان وصل لدالي مع شياو فاي ولقى 7 في الحجز وعرف منه الموضوع ايه. وراح 7 ودايبو ومياو لامير الجمال وهاجموه بس الامير هاجمهم بشعاع من مرايته والشعاع جه في مياو وشكله بقى شبه الامير. وفجأة مياو بدأ يهاجم 7 بنغماته بس دايبو وقفه وضرب نار على مراية الامير وكسرها له. والامير طلع كرة كلها مرايات وقال لهم انهم المرة دي مش هيفلتوا لان الشعاع هيجي لهم من كل مكان. و7 حاول يمنعه انه يبص على كرة المرايات. ودايبو طلب من مياو يعزف موسيقى حزينة، واول ما مياو بدأ يعزف الامير افتكر ذكرياته لما كان بيحب واحدة عن طريق التليفون وبعد ما اتعلق بيها هربت لما شافت شكله. والامير كان متأثر وبيبكي وقدر 7 واصحابه يقبضوا على الامير ويربطوه. و7 قال له ازاي نكسر لعنة الجمال اللي عاملها على السكان. والامير قال لهم ان الموضوع بسيط، كل واحد وواحدة عندهم اللعنة لو بصوا بعض هيلغوها بس لانهم بيهتموا بس بالشكل فمحدش منهم فكر يعمل كده. و7 قال لسكان دالي وقدروا سكان دالي يكسروا اللعنة ويرجعوا شكلهم الطبيعي مرة تانية. وشكروا 7 واصحابه ودعوهم وكمل 7 واصحابه رحلتهم. اما 11 فهي و13 قرروا يسيبوا الجزيرة بعد ما 7 مشي، بس 11 راحت لهيدا شون وطلبت منه يروح معاها لشوانو ويبقى حارسها الشخصي. بس هيدا شون قال لها انا ما بساعدش القتلة. و11 عرضت عليه الفلوس لكن هيدا شون كان مصمم على رايه. و11 ما لقيتش حل غير انها تتصعبن عليه وقالت لهيدا شون انها مضطرة تروح لشوانو عشان تزور اهلها بس محتاجة حد معاها لانه مكان خطير. وهيدا شون ابو قلب طيب صدقها وقرر يروح معاها واخد اجازة من شغله وراحوا هما الاتنين لشوانو ودخلوا من نفق سري. و11 قالت لهيدا شون ان شوانو مش بيسمحوا لاي
حد غريب يدخل الجزيرة. وقعدت 11 تاكل في مطعم وهيدا شون كان واقف بيحرسها، وواحد عكس 11 وحبت 11 تشوف قوة هيدا شون واتخانت مع الراجل، والراجل كان هيضربها بس هيدا شون حماها وهجم عليه الراجل واصحابه بسيوفهم، وهيدا شون صلب جسمه وكسر سيوفهم وكل ضرباتهم ما اثرتش فيه. وبعدها ظهر 3 اشخاص من جماعة الطير المحلق اللي 11 سرقت منهم كتاب كونغ فو قديم، و11 اول ما شافتهم فردت اجنحتها وطارت، واتنين منهم راحوا وراها وواحد قعد عشان يتخانق مع هيدا شون. بس الاتنين اللي راحوا ورا 11 قدروا يقبضوا عليها، وهيدا شون سأل الراجل اللي بيتخانق معاه اخدوها لفين، والراجل رفض يقول له، لكن هيدا شون صلب ايده وضرب الراجل وبوظ له وشه وسأله مرة تانية اخدوا 11 فين. وفي اللحظة دي كانت 11 اتخذت لمقر جماعة الطير المحلق، وبايزا هوكجا اللي يبقى كبير متدربين الجماعة شتم 11 وقال انها حرامية وسرقت الكتاب وجابت لهم العار، و11 قالت له ان ده ما كانش كلامه لما كان بيحاول يكسب ودها، وقال لها انه هيدي لها كل حاجة. بس باي ضرب 11 وامرها تسكت، و11 قالت له انت حسالة، بس باي قال لها ان في غياب القائد هو القائد، وامر رجالته يقتلوا 11. وفجأة دخل هيدا شون وشاف 11 وهي مرمية على ارض مجروحة، واتنرفز هيدا شون واتضايق، ورجالة الطير المحلق اتلموا حواليه وبدأ يضربوا فيه، بس جسم هيدا شون كان قوي وما كانش بيتأثر في الضربات. وفضل على الحال ده يومين لحد ما كلهم وقعوا من التعب، واللي اتبقى منهم هيدا شون ضربه، بس ما بقاش قادر يستخدم التصلب مرة تانية لانه خلص كل قوته الداخلية. وباي هجم على هيدا شون وضربه بسيفه وجرحه ولف وحاول يخلص عليه، لكن هيدا شون اتفادى مرة دي هجومه ومسك فيه، وباي طلع بيه للسما عشان يرميه، لكن هيدا شون مسك فيه وعمل تصلب ال7 ايام، وباي ما بقاش قادر يطير، وقع هما الاتنين، بس هيدا شون لحق نفسه وعمل تصليب كامل لجسمه قبل ما يوصلوا للارض، وهيدا شون هزم باي ورجالته. وبعد ما اعتذروا كلهم ل11 هيدا شون اخد 11 ومشوا، و11 رمت لهم الكتاب اللي اخدته منهم وكملوا طريقهم. ونرجع تاني ل7 اللي تهوى واصحابه للمرة التانية ووصلوا البلد اسمها روك هارد، والبلد دي كان كل الرجال اللي فيها جسمهم رياضي وكأنهم طالعين من مجلة. وقعد دايبو 7 ياكلوا في مطعم، بس صاحب المطعم قال لهم شكلكم غرب عن المكان ولازم تعينوا مدرب شخصي ليكم عشان يعمل لكم فورمة حلوة لانكم خطر تمشوا في الشارع كده. ودايبو قال له انت فاكرنا هنخاف؟ ده انا لو دخلت مع اي حد في خناقة هفوز. وفجأة اتفتح باب الجيم وطلع منه بوبي تشين النجم الرياضي، وقال مين اللي قال الكلمتين دول؟ و7 قال له دايبو، بس دايبو عمل نفسه منبنها ودبس 7 في الموضوع، و7 لقى نفسه في حلبة قتال مع بوبي تشين وحواليه ناس كتير بيتفرج عليه، وبوبي تشين قال له لو فزت عليك هاخد منك فرختك الزرع، و7 قال له طب لو انا اللي فزت؟ وبوبي تشين قال له لو انت اللي فزت هديلك الكنز بتاعي، و7 قال له انا مش عاوز الكنز، انا عاوز يختي يوصلني لشوانو. بس لما 7 لقى الناس بتتريق عليه لانه رفض كنز بوبي رجع في كلامه ووافق ياخد الكنز، وبدأ القتال بين 7 وبوبي، وكان عبارة عن العاب بيعدوا منها، واول لعبة كانت انهم يعدوا بسرعة من الحواجز بعد ما يكسروا، وطبعا اللي فاز بوبي. وفي تاني تدريب كان المفروض يكسروا صخرة كبيرة وبرضه بوبي هو اللي فاز، واضحة يعني. وفي الجولة الأخيرة 7 لقى بوبي بيقدر يعمل تصلب العذراء المنيعة اللي بيعملها هيدا شون، وقال 7 لبوبي انه معاه صاحبه اسمه هيدا شون وانه صاحبه القريب منه وبيقدر يعمل الحركة دي، بس بوبي قال له ان الحركة دي عادية هنا واي حد بيقدر يعملها، وبوبي وكل الموجودين عملوها، و7 استغرب، بس بوبي قال له انه طرد هيدا شون من هنا لانه كان غبي وضعيف جدا، و7 اتضايق وقال له بوبي انا قعدت يومين كاملين بتقاتل مع هيدا شون وبرضه ما قدرتش اهزمه، ايه رايك لو هزمتك انت بحركة واحدة؟ وبوبي قال له يا راجل طب وريني، ولو قدرت تعمل كده يبقى انت اللي فايز. و7 افتكر الحركة اللي عملها كوان عشان يلغى تصلب هيدا شون، وهجم على بوبي وضربه بنفس الطريقة في نفس المكان، وفجأة الجسم بتاع بوبي طلع منه هوا وبقى من غير عضلات، وكل اللي بيتفرجوا اتفاجئوا، والحكم اعلن عن فوز 7، بس بوبي فضل يجري ويصرخ ويتمرن وحاول لحد ما قدر يرجع عضلاته وضرب 7 في وشه، بس 7 فضل ثابت مكانه وقال له ان هيدا شون مش غبي وانه اشطر حد عرفه، ووصل للمستوى السابع بسبب تمارينه اللي كان بيتمرنها بجدية. وبوبي استسلم واعلن عن انتصار 7، وخرج 7 من روك هارد واداله بوبي خريطة يوصل بيها لشوانو ومعه الكنز اللي وعدوا بيها، وطلع علبة بروتين. ودايبو قال ل7 انت سبت اليخت عشان دي؟ فالمهم وبعدها 7 ودايبو مشوا لمدينة شوانو، بس في الطريق
دي دايبو لقى نفسه فجأة طوله بيزيد، وسيفن كان بيتنفخ زي البالونة، وطلع اللي بيعمل فيهم كده ولد اسمه بنغام من عشيرة النفسية العيونية اللي بتحرك وتحول حاجات عن طريق قوة العقل. وبنغام سأل سيفن ودايبو عن السبب اللي خليهم جايين لبلاد القوى الخارقة، وسيفن قال له انا قاتل مأجور، وبنغام كان هيغرقه، بس سيفن رجع قال له انه حلاق. وبعد ما سيفن حلق لبنغام وبوظ له شعره، بس لان بلد بنغام ما فيهاش حلاقين فما كانش عارف حاجة. وبعدها بنغام قال له ان من شهر في شخص متسول جه من شوانو وجايز يكون يعرفه، واخد سيفن ودايبو لمكان الراجل ده. وسيفن استغرب لما لقى الراجل متسول يبقى هو زاي اللي سيفن كان بيحلق له. وسيفن قال له هو انت فعلا من شوانو؟ وهو زاي قال له اه انت عاوز تروح لهناك؟ وسيفن قال له يا ريت لو توصلنا. وهو زاي وافق بس شرط عليه الاول يحلق له. وفجأة ظهرت مركبة لستان، وسيفن استخبى مع بنغان والباقيين، وهو زاي فضل مكانه. ونزل من المركبة امير ستان ومعاه كولا، وهاجموا بنغان واصحابه بقواهم الخارقة. وسيفن حاول يوقفه عشان كولا ما تتأذيش، لكن بنغان قال له ان شعب ستان مؤذي ولازم يقضى عليه. وامير ستان قدر يصد الهجوم ويهزمهم وقبض عليهم، وكان هيخلص على بنغان. ولكن في اللحظة دي كولا اتدخلت ومنعت امير ستان، وقالت لبنغان انها من بلد القوى الخارقة. وبنغان قال لها انا احميكي ما تقلقيش، بس كولا قالت له ان نصها برضه من ستان وطلبت منه يهدى. بس بنغان قال انه بيكره امير ستان، وانهم كل سنة بيجوا وبياخدوا اشخاص من بلد القوى الخارقة عشان يعملوا عليهم ابحاث، وانه شاف اصحابه بيموتوا قدامه. وكولا قالت لامير ستان انتوا ازاي تعملوا كده؟ وفي الوقت ده سيفن ظهر وقال لامير ستان ازاي تخطف كولا، لكن كولا قالت لسيفن انها مش مخطوفة وشرحت له الموقف، وانها طلبت من الامير يوديها زيارة لبلاد القوى الخارقة، وده بعد ما عرفت انه نصها من هناك. وفجأة امير ستان عمل حاجز على كولا وقال لسيفن الوقت جه عشان ننهي قتالنا. وهاجم سيفن، بس سيفن اتفادى الهجوم واتدخل بنغان واصحابه وبدأ يقاتلوا مع امير ستان، وكان هيخلص عليه، لكن هو لحق عمل حاجز حماية على نفسه وقال انتوا هتضطرون استخدم حاجة ما كنتش عايز استخدمها. وفجأة امير ستان فعل جهاز بيطلع موجات وخلى بنغان واصحابه قوتهم تنفجر، والامير من غير ما يقصد ضرب شعاع ناحية كولا واصابها. وبعدها ليه صاحبة بنغان حالتها الجسمية ضعيفة وكان هيقتلها، بس هوازي اتدخل ومسك مدفعه وقال له انقذ البنت اللي بتموت دي الاول وابقى اعمل اللي عاوزه. وامير ستان راح لكولا عشان يعالجها، لكن بنغان رفض وقال له احنا هنعالجها في السرداب لان في سحرة يقدروا يعالجوا اي اصابة، لكن قال له ممنوع اي غريب يدخل السرداب وبالذات لو كنت انت. وامير ستان هدي وبعد عنهم شوية وقال له لو ما قدرتوش تعالجوها هحرق لكم بلد القوى الخارقة. وامير ستان افتكر كلام بنغان عن اصحابه اللي كان بيشوفهم بيموتوا قدامهم بسبب ستان وانه بيكرههم، والامير قال لنفسه يمكن احنا اللي بنعمل الحاجة الغلط. وتاني يوم سيفن كان لسه مستني يعرف حالة كولا ايه، وبنغان طلع يصرخ ويقول ان كولا ما قدروش يعالجوها، والساحر اكس اللي بيعالج كولا قال لسيفن انهم ما قدروش يشفوها، وسحرهم مخلاها يدوب حية لان في حاجة مش طبيعية في جسمها، وانها علشان تتعالج محتاجة دواء من بلد شينونغ. وكان سيفن عاوز يروح يجيبه، لكن امير ستان قال له انه هيجيبه اسرع منه واخد طيارته ومشي. وسيفن قال ايه المميز يعني في طيارتك عشان تبقى فرحان بيها كده؟ لكن اكس قال له ان شعب شينونغ غريب الاطوار وصعب يوصل حد ليهم، وخصوصا لو كان الحد ده الامير ستان المتكبر. بس هوازي قال ان عنده بيت في شوانو وفي العلاج اللي محتاجينه عشان كولا، وقال له سيفن ممكن نروح نجيبه، بس هوازي وداله ممر بيوصلهم لشوانو واداله ورقه مكتوب عليها عنوان بيته، وقال له روح انت لان لو رحت هضطر اشتغل وانا مش عايز اشتغل. ونزل سيفن في الممر، وبعد ساعتين وصل سيفن ومعاه دايبو لشوانو، وقابل هناك مقاتل من الجيل الرابع اسمه اويان غزان، وسأله سيفن على العنوان اللي مكتوب في الورقه، واويان غزان شاور له عليه. وراح سيفن لبيت هوازي ولقى حراس واقفين قدامه وقال لهم هو ده بيت هو المتشرد، بس الحراس قالوا له ازاي تقول كده على قائدنا، وهاجموا سيفن ودايبو وضربوهم. بس سيفن جات له فكره وشتت الحراس وقدر يدخل للبيت، بس الحراس قفشوهم وخرجوهم من البيت وربطوهم بالحبال. وفي اللحظه دي ظهر اويان غزان وهجم على الحراس وبدا يقاتلهم، وطلب من سيفن ودايبو يمشوا. وراح سيفن ودايبو لمكان الممر، بس سيفن خلى دايبو ينزل الاول وقال له ارجع انت وعالج كولا لان عنده مهمه تانية لازم اخلصها. ودايبو قال له بلاش لان في جايزه لقتله،
بس هو زي سحب دايبو من الناحية التانية للممر، و7 سأل الناس عن مكان تمثال النسر وراح لهناك عشان يقابل أستاذ 13 العنقاء الأخضر. وعند التمثال كانت 13 مستنية 7 وفي إيدها خنجر، واتضح إن أستاذها أمرها إنها تروح عند التمثال وأول ما تشوف 7 تغرز الخنجر في قلبه، وقال لها لو رفضتي اعتبري مسيرتك كقاتلة انتهت وأنا ما بقتش أستاذك. و13 ظهرت قدام 7 و7 قال لها كويس إنك هنا، أنا جبت لك دواء لأن عارف إنك ممكن تحتاجيه. وفي اللحظة دي 13 غرزت 7 بالخنجر ومشيت، بس ما قدرتش تستحمل ورجعت تاني ل7 ولقيته قاعد بياكل ومش على باله. و13 استغربت وقالت له ازاي انت لسه حي بعد ما ضربتك بالخنجر. و7 قال لها ايه ده، هو كان خنجر؟ ده انا افتكرته ايس كريم. بارد 7 ده. فالمهم بعدها ظهر الساحر الاسطوري اللي بيتنبأ بالمستقبل، و13 قالت له انت ليه جيت هنا؟ والساحر الاسطوري قال لها انه جه عشان يقتل اكبر تهديد مستقبلي لشوانو، وشاور على 7 و7 بص يمين وشمال وقال له قصدك على مين؟ وفجأة الساحر هاجم 7 وحاول يقتله، و7 كان بيصد هجوم الساحر، والساحر قال ل 13 لو اتدخلتي هتعتبر خاينة. و7 سأل الساحر وقال له ليه بتحاول تقتلني؟ والساحر قال له انه في الرؤية بتاعته 7 هيجيب البلاء على شوانو، ومن سنتين 7 قتل مخلوق شوانو الاسطوري، ومع ان الساحر اتنبأ بده بس فشل في انه يمنع 7، وعلشان كده لازم يقتله دلوقتي. و7 هاجم الساحر بمقصه وكان بيستخدم اقصى طاقته، لكن فجأة 7 حس باحساس غريب وقع على الارض وهو حاسس بالالم، والساحر استغل الفرصة وكان هيقتله بس 13 انقذت 7. وفجأة الساحر سجن 13 في حقل طاقة وقال لها ما كنتش تقدر تفضلي بعيدة. و13 حاولت تطلع نفسها لكن حقل الطاقة كان قوي وما قدرتش. وفي الوقت ده 7 بقى متوحش وهجم على الساحر بسيفه، لكن الساحر صد هجومه وضربه بالطاقة وقال ل 13 انت ضربت 7 بخنجر الجليد الاسود، وباللي عملتيه 7 هيبقى مسعور ومحدش يقدر يوقفه. و13 كانت بتسأل نفسها ليه استاذها خدعها وادالها خنجر الجليد الاسود عشان تضرب بيه 7. وفجأة الساحر طلع من فوق 7 و13 كور ضخمة، و7 كان هيهاجم الساحر والكور بدأت تقع على 13 و7، وافتكر الساحر انه خلص من 7، بس لقى 7 بخير وكان عامل حاجز حماية على 13، واستغرب الساحر جدا. بس 7 كان بيتحول بالكامل لوحش وبدأ يشوف حاجات غريبة وبيحاول يسيطر على نفسه، وقال ل 13 اهربوا بسرعة، و7 جري وبعد عن 13. وقال الساحر لنفسه ان 7 دخل لحالة التوحش، بس مع ذلك رجع وحمى 13، ومش ده اللي اتنبأت بيه، وكان بيسأل نفسه فين الغلط اللي في حساباته. اما 7 فكان بيجري في الغابة والطاقة بتخرج منه وصرخ وسمع صراخ القتلة، والقتلة بدأوا يهاجموا 7 ويضربوه، وحلم دايبول لحلمه اتحقق بالتفصيل، بس 7 قدر يهرب منهم وكان بيفتكر ذكرياته مع دايبو وبقية اصحابه، وشاف نفسه هو على البحر بيلعب معاهم، لكن فجأة كلهم بدأوا يختفوا والسماء اتحولت لغيوم، و7 فاق من تخيلاته ولقى قدامه قاتل، وكانت 13 بتراقب اللي بيحصل من بعيد، وقالت لنفسها لو استاذ كان عاوز يقتل 7 كان عمل كده بنفسه، بس ايه اللي يخليه يطعنه بالخنجر الاسود؟ اما القاتل اللي دخل عند 7 فكان بيقول انه معجب بيه من زمان وبانجازاته، وانه من سنتين قبله وكان في وضع يشبه للوضع ده وطلب منه انهم يتقاتلوا، بس 13 اتدخلت ورمت القاتل بعيد، و7 طلب منها تمشي بس 13 رفضت وفضلت معاه، و7 قال لها ان ذكرياته عن اصحابه بدات تختفي ووشوشهم ما بقتش ظاهره وانه حاسس بالم كبير، و13 قالت له بطل تقاوم والالم هيختفي، بس 7 قال لها انه مش عايز ينسى اصحابه مهما حصل، و13 اعترفت له انها ضربته بالخنجر الاسود وده السبب اللي هو فيه، بس 7 قال لها حاولت تتكلم عن اي حاجه وتشتت انتباهي، و13 بدات تحكي معاه وفضلوا يرغوا لحد ما 7 نام، و13 قالت ان اعرف حد يقدر ينقذك بس يستحيل اطلب منه مساعده وكانت تقصد ابوها، وبعد ما 13 نامت 7 مشي وسابها لانه كان خايف عليها، ولما 13 صحيت لقيت 7 مشي وبدات تدور عليه لحد ما لقيته، بس لقيت قتله واقفين حواليه، وفجاه ظهرت واحده من السبع العظماء اسمها مانوجازاكا وقالت ل 7 ان قتلت البنت اللي قتلت علشانها بعد ما انت مشيت، لان لو ما قدرتش اكسب حبك فمش هتكون لغيري، ومانوجازاكا هجمت 7 لكن 13 صدت هجومها، وبعدها ظهر بلاك بيرد وده برضه من العظماء السبعه وهاجم 13 واخدها وبعد بيها، وحاول 7 يوقفه لكن ما كانش عنده اي قوه وما قدرش يتحرك، اما 13 فقدرت توصل لسيفها وحررت نفسها، بس بلاك بيرد جرحها في ايدها ورجلها، و13 هربت من بلاك بيرد وقررت تنسحب لما لقيت نفسها بتنهزم، واستدعت الطائر بتاعها وطارت بيه مع 7 بس بلاك بيرد راح وراها، و13 استغربت ان عنده اجنحه
وقالت له ان دي تقنية جماعة الطير المحلق. وبلاك بيرد قال لها ما انا كنت قائد جماعة الطير المحلق. واتضح ان جماعة الطير المحلق كان ليها قائدين، بلاك بيرد ووايت بيرد، بس حصلت بينهم مشاكل وخناقات وانفصلوا عن بعض. وسيطر وايت بيرد على جماعة الطير المحلق، لكن اغلب اللي في جماعة الطير المحلق كان بيسيبوا الجماعة، والجماعة بقت ضعيفة. ووايت بيرد ما كانش مركز الا في شفاه، والكتاب القديم اللي كان مع 11 كان يخص تعليم بلاك بيرد. وفجأة بلاك بيرد هاجم 7 و13 ووقع هما الاتنين من على الطائر. بس 13 افتكرت لما ابوها قال لها انها ما تقدرش تشيل السيف لانها ضعيفة، ولما شافت امها بتموت قدام عينها وقالت لنفسها انا لازم ابقى اقوى وما اسمحش اللي حصل يحصل تاني. وقامت 13 من مكانها وطاقتها بقت اقوى وهجمت على بلاك بيرد، بس بلاك بيرد هجمها بالسيطان اللي بيقاتل بيهم، و13 لفتهم حوالين نفسها ورمتهم بعيد عنها. بس بلاك بيرد قال لها لو فاكره ان دول بس الاسلحه اللي معايا تبقى غلطانه، وبدا يهاجمها بسلاح تاني وكسر لها سيفها. و7 كان حاسس نفسه بيغرق، ووسط كل ده افتكر 13 وانه لازم يحميها. و13 كانت بتقول لنفسها ما تخافيش لان في شخص لازم احميه، وده نفس الكلام اللي قاله 7 لنفسه وهو بيمسك سيفه. وفجاه 13 ضربت بلاك بيرد بالسيف ضربه قويه وقدرت تكسر القناع بتاعه وهزمته. وبلاك بيرد قال ازاي ده انا لسه كسر لها سيفها، بس لما بص لقى في ايدها سيف الالف شيطان، ولقى 7 واقف وماسك بقيه السيف في ايده. وبلاك بيرد انتهى، واصحاب 7 كانوا راجعين بامان للجزيره ومعاهم مسحوق البروتين. وايدا شون كان لسه مع 11 وكانوا واقفين قدام الممر. وامير ستان راح لامير شعب شونن عشان يسترجيه ياخد منه الدواء اللي هينقذ بيه كولا. واستاذ 13 كان واقف قدام زعيم قطرة الظل. وكوان طلع لسه عايش ما ماتش من استاذ 13 بسبب الختم بتاع الزنبقه البيضاء اللي كانت عاملاه عليه صاحبته القديمه جيانغ. و7 بيرجع لاصحابه في الجزيره وقدروا يعالجوا كولا وبترجع حياتهم الهاديه من تاني. وبيبدأ الموسم الرابع من الانمي بتاعنا بأول مهمة، وهي كانت اغتيال البلاك بيرد. وبتبدأ بسيرتين وهي بتهجم على بلاك بيرد وضربته بالسيف واتجرح بلاك بيرد في وشه. واستغرب بلاك بيرد علشان ده مش السيف بتاعها الأصلي، وده سيف الألف خنجر شيطان. وبعد ما ضربته اتحول السيف لأجزاء ورجع ل7 ومسكها البلاك بيرد من رقبتها وقال لها باستهزاء انك فاكرة ان ده هيبقى كفاية علشان تقتليني، بس انا ممكن استغلك في اننا نشوفه هو الاقوى بيننا، يقصد 7. وبدأ بلاك بيرد ينفذ خطته وضيع على رقبة 13 اكتر من الاول. و7 هجم عليه بكل سرعته وضربه بالسيف، بس بلاك بيرد صد ضربته وقال له انه ما طلعش سريع زي ما كان بيتقال عنه. وغير 7 مسكة السيف وخلاه يتقسم لقطعة تاني صغيرة، وبعدها جرح بيها ايد البلاك بيرد اللي كانت ماسكة بيها 13. و13 وقعت من ايده. وبعدها خرج بلاك بيرد شعاع من جسمه، بس سند 7 على جسم بلاك بيرد واتفاداها. وبعدها و7 بيقع من الجو وهجم عليه بلاك بيرد ومسك راسه وضربها في الصخر وطار بيتاني في الجو وسابه وقال له انه مش هيعرف يتفادى الضربة دي. وجمع بلاك بيرد قوته علشان يضربه من جسمه. وقالت مانجوساكا ان 7 مش هيعرف يتفادى الضربة دي في الجو علشان ما بيعرفش يطير، ولكن 7 حول سيفه لقطع تاني ودخلها جوا جسم بلاك بيرد واستخدم تقنية طعنة سيف الشيطان، وابتدت اجزاء السيف ده تخرج من كل حتة في جسم البلاك بيرد. وضحك البلاك بيرد وهجم على 7 وقال له انه مش هيقدر يقتله. وافتكر بلاك وهو بيتدرب وقال له مدربه انه حاسس ان في حاجة بتسيطر على جسمه ومش بيحس باي وجع. ورد عليه مدربه وقال له ان انت بعد ما تخلص تدريبك في قاعة الطير المحلق لفنون القتال محدش هيعرف يقتلك وهتبقى مقاتل مخيف في الظلام. وسأل بلاك المدرب ليه لازم اقاتل في الظلام، وهو رد عليه انه علشان يعلي من شأن الطائفة بتاعتنا لازم بعضهم يحافظ على ايديهم نظيفة وناس تانية تبقى بتتخلص من اللي بيعرضوهم، وانت هتبقى البطل بتاعنا في الظلام يا بلاك. وبعدها كمل بلاك هجومه على 7 وابتدى 7 يصد ضرباته، وكان باين على 7 التعب الشديد. ودخلوا في غابة بين الاشجار وطعنوا 7 بالسيف، وبعدها هرب من مسكة البلاك بيرد واستخدم ضوء القمر في انه يشتت البلاك. وبعدها هجم عليه 7 ولكن بلاك صدها وطار في السما تاني علشان ما يبقاش فريسة ل7 وسط الغابة والاشجار، وحط عصابة على عينيه وتحول لهيئة شيطانية سودا. و7 ما سابوش يكمل هيئته الكاملة وهجم عليه بسرعة
وحول سيفه لقطع صغيرة علشان يقوي من قوة دفعته أكتر. وبعد ما وصل له رجع السيف تاني لشكله الطبيعي، وقطع له العصابة اللي كان حاططها على عينيه، وضوء القمر ضرب في عينيه تاني. وفي الوقت ده غير 7 مسكة السيف بتاعته ومسكه بالايد التانية وضرب بيه بلاك، وبعدها طعنوا بيه، وكان بلاك على وشك انه يستسلم. وفجأة افتكر الوايت بيرد وهو بيقتل التلاميذ بتوعه بسبب افعالهم الشائنة، ورد عليه البلاك بيرد انه ما ينساش ان افعالهم دي هي اللي مهدت الطريق علشان شهرة فئة الوايت بيرد. وبعدها رجع تاني بلاك لوعيه ومسك ايدين 7 الاتنين، وكان هيضربه بجناحاته وهيقتل 7. وفجأة القوة بتاعت بلاك اختفت، وابتدى سيف الألف خنجر شيطان تسحب القوة بتاعت البلاك ويوقع بلاك بيرد من السماء. وبلاك افتكر وهو بيموت الوايت بيرد وهو بيقول له ان المدرب بتاعه قال له لو حصل خلاف بين الطائفتين، يقصد البلاك بيرد والوايت بيرد، يقتل البلاك بيرد. وبلاك اترمى على الارض ومات، وكان جنب البلاك ماجوسكا، وقالت لسيفن انها منبهرة بيه وانه عرف يقتل البلاك بيرد، ولكن رغم اصابته بخنجر الجليد الاسود والسم اللي فيه مضطرة تقتله بعد كل ده رغم اعجابها بيه. وبنقطع اللقطة لحد هنا، وبعدها ابتدت المهمة التانية وهي اغتيال القائد. ودخل على قائد قتلة الظل البلو فينيكس وسأله القائد هل أديت مهمتك بنجاح؟ ورد عليه بلو فينيكس وقال له لا، بس في واحد عايز يقتلك وهو أنا. وقال له القائد عرفت منين إنك هتقدر تقتلني؟ ورد عليه فينيكس وقال له علشان أنا عارف نقطة ضعفك إيه. وابتدى فينيكس يطلع هالة خضرة مرعبة ويهجم على القائد. وفجأة وهو بيهجم هجمت عليه المساعدة اللي بتأمن القائد، وكانت سرعتها عالية جدا لدرجة إن فينيكس صد ضربتها بالعافية. وقال له القائد انت شايف كل خططك المحكمة بتفشل، وان المساعدة بتاعتي صحيح بتنقل كل اوامري ولكنها هي مش مجرد رسول، وان مفيش حد من قتلة الظل اسرع منها. وابتدت تهجم عليه بسرعة كبيرة جدا لدرجة انها طيرت السيف من ايد فينيكس، وفينيكس رجعه تاني وهجم عليها وهي بتتفادى كل ضرباته بسهولة، وطلعت سكينتين وهجمت عليه من ظهره، ولكنه خرج هالة خضرة شكلت شكل درع واقي ليه ومعرفتش بالسكينة تخترقها. وبعدين لف الهالة دي على سيفه وضربها، وكانت قوة الضربة كبيرة جدا ودمرت جزء من المكان، ولكن المساعدة اتفادت الضربة وظهرت وراه. وفكر فينيكس انها بتماطل علشان تتعبه وتضيع الوقت. وفينيكس هجم على القائد وعمل حاجز موجود فيه هو والقائد بس، والمساعدة ما عرفتش تخترقه من برا. وفينيكس قال للقائد ان هي سريعة جدا بس ما عندهاش طاقة تشي. وفلاش باك لماضي فينيكس عشان نعرف ايه اللي حصل له. وابتدى يحكي فينيكس للقائد انه كان في مملكة صغيرة اسمها تشنغيون من 18 سنة، وقتل اتحاد القتلة العيلة الملكية علشان يستولى على كنوزها، وان انت يا قائد اللي قمت بالمهمة دي، بس ما توقعتش ان يجيلك مقاتل محترف من المملكة الصغيرة دي واتقطع دراعك في مواجهة المدرب بتاعي، وان المدرب ده كان عنده تلميذ عرف نقطة ضعفك قبل ما يموت، وانا جاي هنا انتقم لموت ابويا ملكة شنغيون وكل رعاية المملكة. وافتكر فينيكس اللي حصل ودخول القتلة للمملكة وقتلهم لكل فرد في المملكة ودخولهم على اهله وخوفهم منه، وهجم ابوه على القائد بس كان اقوى منه وطعنه بالسيف موته. وبعدها جات الام علشان تحمي فينيكس بس اتقتلت منهم قدام عينه، وخرج القائد السيف من جسم ابوه واخد الكنوز بتاعته. والخيمة اللي كانوا قاعدين فيها كانت بتتحرق واترمى جزء منها على فينيكس سببت له اصابة في عينه دايما معاه. ونرجع تاني من فلاش باك وطلع القائد سيفه وتحول للهيئة اللي قتل بيها والده وابتدى يهجم على فينيكس. وبنقطع اللقطة لحد هنا. وتاني يوم بتبدأ مهمة جديدة وهي مهمة إنقاذ 7. وفتحت كل عينيها بعد ما كان مغمى عليها وكان قدامها دايبو وسألت هي فين، وردوا عليها إنها موجودة في مستشفى في مدينة البلاد الخارقة، وبفضل المعجون اللي صاحبك جابهولك هتبقى كويسة بشكل سريع. وكولا سألت دايبو على مكان 7 وبان على دايبو القلق
وفكر انه عندها حق في السؤال ده علشان هو كمان ما يعرفش مكانه بالتحديد، ولكنه هو عارف انه في مدينة شوانو. وراح دايبو مع شياو فاي على مدينة شوانو وطلب مساعدة اتباع تاي لونغ انهم يلاقوا 7، وجت لهم فكرة انهم يضربوا صاروخ على شكل وش 7 بحيث انهم يشوفوه باقي اتباع تاي لونغ ويتعرف عليه حد منهم. وبعدها جت اتصل واحد من اتباع تاي لونغ اللي واقف جنب دايبو وقال له انه حد شافه وهو بيسأل على الطريق لتمثال النسر، وسأله دايبو عن مكانه ورد انه على بعد 100 كيلو متر في الاتجاه ده، وكان بيراقبهم كل ده وينجزان من بعيد. وبعدها طار دايبو مع شياو فاي لغاية ما وصلوا لتمثال النسر بالليل، وفي الأثناء دي كان 7 مغمى عليه، وهجمت مانجوساكا على سيرتين اللي كانت بتأمن 7 بالسلاح بتاعها، ولكن اتفادتها سيرتين وابتدت تهجم عليها، وهجمت مانجوساكا على سيرتين بسهام مسمومة وأصابتها بجروح، ونشرت دخان سام حوالين سيرتين ولو هي شمته هيغمى عليها. وفجأة وسط ما كانت سيرتين مش عارفة تعمل حاجة وسط الدخان نزل عليها شوي فاي وبعد الدخان عنها واخد 7 وهرب. وابتدى دايبو يهجم على مانجوساكا بسرعة وقطع لها جزء من هدومها، وتعصبت مانجوساكا وابتدت تستخدم قوتها وتهجم عليه بسهام مسممة، وتحول دايبو لواحدة من السهام دي واختفى من عينها. وفجأة وشياو فاي بيجري وهو شايل 7 هجم عليه شيمين، وحاول شياو يصد ضربته بس معرفش وخسر بسرعة ورجع لهيئته الطبيعية تاني لطير، واترمى 7 على الأرض وجي شيمين علشان يقتله بس اتدخل ينجزان وانقذه. وبعدها رجع دايبو لشكله الطبيعي تاني وانقذ 7 وشياو وهربوا، ولكن شيمين ده نزل تحت الارض واستخدم الصخور علشان يلحقهم بسرعة لغاية ما وصل لهم، وكان على وشك انه يقضي عليهم بس ينجزان انقذهم ورمى الشخص ده على الارض. وفي الاثناء دي كانت 60 مغمى عليها من اثر السم، ومانجوساكا لقيتها في الغابة وقالت لها وهي مغمى عليها انها حظها حلو علشان هتسيبها حية بسبب الاوامر اللي جت لها. وفي الوقت ده ابتدى الوايت فوكس يتحرك ويدور على 7 جوه الجزيرة، واول مكان يدور فيه كان صالون 7، ودخل الصالون بتاعه ملقهوش ولانه بقاله فترة كبيرة ما دخلش المكان. وقابل الوايت فوكس العم تشين ووراه صورة 7 وسأله لو كان يعرف الشخص ده، والعم تشين قال له انه تقريبا في رحلة علشان ما شافوش بقاله شهر. والوايت فوكس قال له انه ممكن يتواصل معاه علشان بقاله كتير ما شافوش ولا اتكلم معاه وهو قريب 7. وقال له العم تشين انه هيتصل بيه دلوقتي، وكان ساعتها 7 مغمى عليه وموجود في مستشفى مدينة القوى الخارقة وبيتعالج. ورد على تليفون 7 دايبو، وكان ساعتها اللي بيتكلم في التليفون الوايت فوكس. والوايت فوكس قال لدايبو انه يدي التليفون ل7 ويقول له انه مستنيه في جزيرة الدجاج ولو ما جاش هيتقتل. ووسط ما الوايت فوكس بيقول كده رصيد العم تشين خلص، والعم تشين اترمى على الارض واشتكى من الحصوة اللي عنده، واستخدم الوايت فوكس قوته علشان يفتت له الحصوة. وبعدها قال له العم تشين انه طبيب المعجزات، ولكن الوايت فوكس فهمه قوته انها طاقة بتخش جوه اي جسم سواء اشخاص او اشياء وتفجرها، واستخدم قدرة صغيرة من قوته علشان يفتت الحصوة من غير ما يأذيه. وفي الاثناء دي كان كبير السحرة بيقول انه شاف جروح 7 الخارجية ولكن عنده جروح خطيرة داخلية وفي سم في جسمه ومفيش حاجة تانية يقدر يعملها له، وان دي معجزة انه لسه حي. وفجأة دخل عليهم امير ستان ومعاه الدكتور. وفي الوقت ده كان الوايت فوكس بيسأل عن مكان 7 ووصل عند اتشرو والقاتل العادي وسألهم الشخص ده صاحبكم يقصد 7، وهم قالوا له انه هو اللي بيقص شعرهم وسألوه هو عايزه ليه، ورد عليهم انه علشان يقص شعره. وبعدها ركز شوية اتشرو في وشه وقال له انت من ال7 من قتلة الظل. وفي الوقت ده فاق 7 من الغيبوبة اللي كان فيها وسأل فين 13، ورد عليه دايبو انه ما عرفش ينقذ حد تاني غيره هو. وقال 7 لدايبو ان مانجوساكا سممت 13 وقت ما كانت بتقاتلها علشان تحمي 7،
جدا، ورن التليفون بتاعه تاني، وكان الوايت فوكس هو اللي بيتصل بيه من تليفون اتشيرو، وقال له الوايت فوكس انه لازم يرجع للجزيرة تاني علشان لو مرجعش كل اللي في الجزيرة هيموتوا، وبالاخص الناس اللي في الصور اللي هو لقاها في الأوضة بتاعته. وراح الوايت فوكس على البحر بعد ما قضى على القاتل العادي من غير ما يكون لي فرصة، واتشيرو كان واقف في مكانه مشلول من كتر الرعب. وابتدى الوايت فوكس يدمر في كل الاكشاك والمحلات اللي على البحر، وبنقطع اللقطة لحد هنا. وتاني يوم جا الليل وظهرت هوليان وهي بتدور على حاجة لحد ما لقيت صندوق خشبي، والصندوق ده كان فيه مجوهرات ثمينة، وادتها للطبيب علشان ينقذ كوان. وكوان في الوقت ده محطوط على السرير ومجروح، وما كانش فيه اي امل ان حد ينقذه لان دمه مميز مش زي اي حد، وان الوغز بالابر هيخليه عايش لمدة اسبوع. وراحت هوليان وخدت كوان وركبت مركب، وكانت متضايقة علشان حالة كوان صعبة. وفلاش باك لماضي هوليان لما ظهرت هي وكوان في عشيرة زنبقة السماء، وكانوا بيتمشوا تحت المطر، وكان ماسك كوان شمسية علشان المطر ما يجيش على هوليان، وكان بيتمنى ان الامطار ما تقفش. واعترف كوان بحبه وقتها لهوليان، وكانت فرحانة باعترافه بحبه ليها، بس كانت عشيرة زنبقة السماء تمنع العلاقات الرومانسية. وراح كوان قال لها تعال نسيب العشيرة ونعيش في مكان تاني، ونسيب شوانو ونبدأ حياة جديدة في أي جزيرة صغيرة مع بعض ونعيش حياتنا العادية. وردت عليه هوليان ورفضت كلامه وقالت له أنا أسفة. واتضايق كوان وقال لها أنا عارف إنك عاوزة تبقى كبيرة المتدربين للعشيرة التالية. وبعدها راحت هوليان لمعلمتها، وراحت المعلمة قالت لها أنا عايزاك تبقى خليفة عشيرة زنبقة السماء. وردت هوليان انت يا معلمة بتبالغي في قدراتي. وراحت المعلمة قالت لها انا احتفظت بالمنصب ده لمدة 30 سنة، وانت جديرة بالمنصب ده لانك تستحقيه، وان عشيرة زنبقة السماء اساليب تعليمها صعبة جدا، ومفيش كتير من اللي عندهم مهارة والعزيمة انهم يتعلموا وياخدوا المنصب ده، وانا ثقتي فيك كبيرة، وان نهايتها قربت وما عنديش وقت كتير، ولازم تبقى المعلمة قبل فوات الاوان، وهعلمك كل اساليب العشيرة. وبنقطع اللقطة لحد هنا. وظهرت هوليان وهي شايلة كوان على ظهرها وطلعت بيه سلم وراحوا لعشيرة زنبقة السماء. وافتكرت هوليان ذكرياتها في العشيرة وقت ما كانت بتاخد منصب المعلمة، وكان كوان واقف بين الناس مصدوم ومش وهو متضايق. وقابل هوليان وكانت لسه هتتكلم راح قاطعها وقال لها مبروك المنصب بصفتك المعلمة الجديدة، وهتتعلمي اقوى اساليب عرفتها البشرية وهي ازهار الزنبقة البيضاء، وانا لو مكانك مش همشي. ومش كوان وسابها. وقفت هوليان مصدومة وقالت ان دي كانت اخر مرة تشوف فيها كوان قبل ما يتحول لشيطان دم. وبعدها راحت هوليان تتعلم اساليب ازهار زنبقة البيضاء، بس عقلها كان مشتت جدا. وراحت المعلمة شافتها وقالت لها مش هتعرفي تتعلمي طول ما انت بتفكري كتير، وخدي راحة. وبعدها فجأة ظهر شخص بيقول لهوليان ان كوان اتحول لوحش وبياكل الناس اللي في العشيرة. وظهرت المعلمة وهي بتستخدم قوتها علشان توقف كوان، وجريت هوليان على مكان الحادثة. وكوان بقى قوي جدا والغضب سيطر عليه وقعد ياكل في ناس كتير ويدمرهم. وظهر منه شيطان الدم وراح يهجم على المعلمة، وصدت المعلمة ضربة كوان وردت عليه الضربة واختفت قوته الشريرة. وكانت المعلمة رايحة تهاجم عليه تاني، بس جرت هوليان عليه علشان تنقذه من المعلمة. ووقت ما هي بتنقذه المعلمة زعقت لها وقالت هو خاين، ولو ساعدتيه هتبقى خاينة وهنطردك من العشيرة. ولكن هوليان كملت انقاذ كوان وقالت مش هتقدر علشان هي بتحبه. وكانت الناس اللي في العشيرة والمعلمة مصدومين من كلام هوليان، وفعلا انقذت هوليان كوان. وغضبت المعلمة وقالت لها انت عار على عشيرة زنبقة السماء، ويبقى تستحمل العقبات السماوية 10
بدلا من كوان، وده أقصى عقاب ممكن يستحمله حد. ووافقت هوليان إنها تتعاقب، وأصدرت المعلمة العقوبة عليها. وبعدها فاقت هوليان وطردتها المعلمة هي وكوان، وقالت لها انت ما بقيتيش التلميذة بتاعتي خلاص، بس افتكري شيطان الدم هيفضل عدونا. ومشت هوليان هي وكوان من العشيرة، وماتت المعلمة بعد فترة قصيرة. وندمت هوليان ساعتها علشان دي كانت آخر مرة تشوف فيها المعلمة، وقالت ان بعد موت المعلمة اتدهورت حالة العشيرة واتدمرت كل حاجة. وسبب رجوع هوليان للعشيرة ان ده هينقذ كوان. وبننتهي من الفلاش باك بتاع هوليان ونخش بقى لفلاش باك كوان وهو في العشيرة، وبيفتكر استهزاء باقي العشيرة ليه، وكانوا فاكرين ان كوان عاوز يستغل هوليان وانه فاشل وما عندوش القدرة زيها. واتعصب كوان وراح المنطقة المهزورة اللي جوا العشيرة، وهناك كان في شيطان الدم. وقال كوان لشيطان الدم انا هعرض عليك صفقة، اديني قوتك وبعدها تتمكن من هزيمة معلمة العشيرة وهخليها تحررك. وشيطان الدم قال له مش هديك قوتي غير لما تديني قوتك واستحوذ على جسمك. وكوان وافق واخد قوة شيطان الدم وراح يهجم بيها على العشيرة. وبعد ما حصل اللي حصل فكوان وليه هوليان وافق قدامه وقالت له انت الشيطان استحوذ عليك ومش هينفع تطرد الشيطان من جواك، ولازم اختمه بقوة الزنبقة البيضاء. وقالت له مش عاوز اشوفك تاني واهرب علشان انت بقيت عدو للعشيرة. وانتهينا من الفلاش باك بتاع كوان ونرجع للواقع بتاعنا تاني. وهوليان ودت كوان لمكان شيطان الدم علشان تنقذه، وقالت له انا ممكن انقذك من الشيطان باستخدام قوة انفجار الزنبقة البيضاء. وضحك كوان ضحكة خبيثة وقال لها انا مش منتظر انك تنقذيني ولا تساعديني، انا رايح عند بلو فينيكس علشان اطعنه في قلبه. وفي اللحظة دي حاول كوان يفك السلاسل من ايده بس معرفش، وفهم ان هوليان ربطاه بالسلاسل علشان ما يمشيش. وقالت له انا استخدمت ختم الزنبقة البيضاء علشان انقذك بس انت استهونت وشربت من دم الشيطان. وهو قال لها انا خدت قوة الشيطان بارادتي وسبت العشيرة برضو بارادتي. وفجأة هجم عليها بس كانت هوليان اقوى منه، واستمرت المعركة بينهم. واستخدم كوان قوة الشيطان علشان يتغلب عليها وعورها في دراعها ونصف الدم. وقفت المعركة على كده، وفجأة جاء اتصال من سيدتين لهوليان بيطلبوا منها المساعدة علشان تنقذهم من الوحش. وبنقطع اللقطة لحد هنا ونروح بقى لسيفن وهو على السرير وبيقول ان سيرتين في خطر بسببه وجزيرة الدجاج في خطر برضه ومش عارف يعمل ايه. وكولا قالت انها ترجع لامها وطلبت من امير ستان انه يوصلها لامها. وامير ستان قال لسيفن انت لازم ترتاح وانا هموت قاتل الظل لوحدي، وانه هيعمل كده علشان شوانو ويوري الناس في الجزيرة قوة بلاد سترين. والطبيب راح يكشف على سيفن وقال له انه لازم يرتاح لان عنده اصابات قديمة وان عنده 3 طبقات من السم وان حالته مش كويسة. واول سم في جسمه هو زهرة الحب وده بيخليه ضعيف ويغمى عليه كل شوية، وهيروح خطر السم ده بعد يومين. والسم التاني اسمه الجليد الاسود اللي بيصحي الوحش والغرائز الوحشية اللي جواه وبيخليه يفقد السيطرة وبيسبب ضرر بالغ في الجسم. والطبقة الثالثة من السم وهو سم مفقود ونادر من قديم الأزل اسمه حلم السمالة، والسم ده بيخليك تنسى الماضي وتفقد الذاكرة. والسم ده موجود في جسمك بقاله كتير. وسأل سيفن الطبيب هو لما يخلص السم ده من جسمي هترجع ذاكرتي تاني؟ ورد الطبيب وقال ده شيء مش مؤكد علشان محدش عمل كده، وان اللي بياخد السم غرض انه ينسى الماضي ومحدش بيطلب ان ذكرياته ترجع تاني، وان الطبيب مش هيعرف يشيل السم وان اللي هيعرف يشيله واحد معاه طاقة تشي قوية. وجه الليل وظهر سيفن ومعاه شخص بيشوا اكل على النار وبياكلوا. وسيفن قال للشخص انا لازم انهي الماضي بتاعي وواجهه قبل ما يطاردني تاني. وفجأة ظهر شوي فاي وطلع سيف سيفن من بطنه وادال سيفن وقال ده يقول سيفن انا مش عاوزك تفتكر الماضي بتاعك، انا عاوزك سيفن البسيط اللي اعرفه. وقعد سيفن مع الشخص ده وبدأت ترجع له ذكرياته من الماضي. وتاني يوم ظهر الوايت فوكس
وقت ما كان بيستخدم قوته علشان يهجم على 2 من البشر. وفجأة ظهر أمير ستان من المركبة اللي في السماء، وقف قدامه وقال له انت القاتل المسؤول عن حادثة الهجوم الساطع. ورد عليه الوايت فوكس وقال له انا ما اعرفش اني مشهور في ستيرن وانت جاي علشان تقبض عليا. ورد عليه أمير ستان وقال له انا هعمل كده فعلا. وبدأت المعركة بين الوايت فوكس وأمير ستان، وأمير ستان شغل قدرته في وضعية القتل وهجم بيها على الوايت فوكس. ولكن الوايت فوكس ظهر من ظهر الأمير وجمد دراعه وكسرها. وفي اللحظة دي ظهرت كولا وقالت للوايت فوكس ان دراع الأمير مكسور وادينا مهلة نصلحه ونرجعه تاني. والوايت فوكس وافق وقال انا رايح اكل واعملوا اللي انت عايزينه. وتاني يوم جه الليل ورجع أمير ستان على هيئة رجل آلي وقعد يهجم على الوايت فوكس ومسكه. وخرج أمير ستان من الرجل الآلي واستخدم قوته علشان يهجم على الوايت فوكس، بس ما عرفش ينتصر عليه. وفجر الوايت فوكس الرجل الآلي واترمى الأمير ستان على الأرض. وفجأة ظهرت كولا ولمست ايد الوايت فوكس وشلت حركته. والوايت فوكس استخدم قدرته وزقها وكان عايز يكمل هجوم عليها، ولكن الأمير ستان لحقها ووقعهم الوايت فوكس هما الاتنين على الأرض. وبعدها ظهر ليزارد وحاول يهجم على الوايت فوكس ولف لسانه عليه وجلها روكازي ونط على الوايت فوكس بسيفه، بس الضربة ما جاتش فيه وصد الوايت فوكس ضربتهم هما الاتنين. وقعد الوايت فوكس يضرب هاروكازي وما كانش حد عارف يقتله. وفجأة ظهر كوان واقف قصاد الوايت فوكس وبدأت المعركة باستخدام قوتهم هما الاتنين. وبنقطع اللقطة لحد هنا. وفي الوقت ده كان قتال البلو فينيكس مع قائد قتلة الظل، وقال له قائد القتلة انه الاضعف في فرقة قتلة الظل بس اكتر واحد ذكي فيهم. وسحب القائد سيفه وتحول للهيئة اللي قتل بيها اهل فينيكس قدام عينيه. وابتدى يهجم عليه القائد بس فينيكس بيتفاداها. وتحول فينيكس لعنقاء خضراء وهجم عليه واخترقه، بس ما حصلش للقائد حاجة. وكمل القائد هجوم على فينيكس وصدها. وافتكر فينيكس مدربه لما انقذه من النار. ووقف فينيكس نفس وقفة مدربه لما كان بيقاتل القائد. وكان بيستخدم القائد سيف الرعب، بيصنع اوهام وقت القتال وبيبقى صعب على العدو انه يميز بين هجمات السيف الواقعية والوهمية. وهجم القائد على فينيكس بايده اليمين، وكان عارف فينيكس ان ده وهم علشان مدربه قطع للقائد ايده اليمين. وهجم فينيكس على القائد علشان يطعنه بالسيف، بس الحاجز اختفى وصدت الطعنة حارسة القائد ووقفت قدام سيف فينيكس واخدت الطعنة مكانه اللي كانت هتجي في القائد. واتضح انه مساعدته دي آلة. وقال له القائد ان دي ضربة قوية عشان الحارسة بتاعتي متصنعة من سبيكة معدنية عالية الكثافة، وإلا كان سيفك عدى الناحية التانية من جسمي وانت كنت بتخفي قوتك الحقيقية كل ده وانت اقوى واحد في قتلة الظل. ورد عليه فينيكس انه محدش كان يتوقع ان قائد قتلة الظل بيستخبى ورا آلة من بلاد ستيرن. وقال له القائد انت متفاجئ ليه؟ وان القتل المأجورين طول عمرهم بيستخدموا الحيل والخداع علشان يوصلوا لأهدافهم، وانت عارف نقطة ضعف فعلا بس ضيعت فرصتك انك تقتلني. ومسك فينيكس سيفه تاني وقال له انت فاكر ان ما عنديش طاقة تانية علشان اقتلك؟ ايه اللي خلاك متأكد من الموضوع ده؟ ورد عليه القائد انه قفل حواسه وحاول يسيبه في مقتل، ولو الحارسة بتاعته حاولت تقتله بعد ما لغى الحاجز ما كانتش هتعرف تقتله. وابتسم كده القائد وقال له انت اكيد عندك خطة تانية. وبعدها خلى الحارسة الآلية بتاعته تشغل فيديو قدام فينيكس، وكان في الفيديو ده تلمسته سيرتين وهي مرمية على الارض قدام مانجوساكا. ومانجوساكا بتقول له تلمستك محتاجة مساعدتك، لو اتحركت من دلوقتي هتلحقها. وفينيكس قال للقائد انه عمره ما كان معتبرها تلمسته وكان اخدها بس علشان يخبي نفسه تحت مسمى انه خليفة اسلوب السيف المزدوج. والقائد قال له انه حاسس ان دماغه بقت مشوشة. وفينيكس قال له يحضر نفسه، واخد فينيكس وضعية القتال وهجم تاني على القائد وحول هجمته على الحارسة الآلية بتاعته وفجرها. وبعدها هرب من المكان عشان ينقذ سيرتين. وفي الوقت ده سيرتين اتجمع حواليها وحوش، ولكن فينيكس لحقها وقتلهم. ووقتها كان مصاب فينيكس بسبب
المعركة. وبعد ما انقذها فينيكس ليه مانجوساكا قاعدة في وشه وبتقول له اسم السم اللي سيرتين مصابة بيه، والشخص المصاب بالسم ده بيقتل كله معاه، ولو انقذتها هتموت انت كمان معاها، ولو سبتها هتعيش. وفينيكس ضرب برجله طوبة صغيرة وكان مستخدم فيها قوته، وجات في مانجوساكا ورمتها على الارض وهرب بسيرتين. وبعدها فاقت سيرتين بس كانت زعلانة علشان بوظت له خططه، وهو قال لها انها كانت معركة خسرانة من الاول وهم هيطردوه، ولكن سيرتين قالت له انه لو ما كانش انقذها كان ممكن يهرب منهم. وعرفها فينيكس حقيقته انه امير مملكة تشينخيون، وانضم لقتلة الظل علشان ياخد انتقامه من القائد ويقتله. وكانت خطته كل ما ينفذها بيبقى فيه قتلة ظل حوالين القائد وبيفشل، وانه استغل 7 هو بيقتل الاسنان الحمراء وخلاه يجي لشوانو واستغل ثقته فيه وسممه بخنجر الجليد الاسود، وعرف انه لما يطلع عن السيطرة هيلحقوا كل القتلة، واستغل الفرصة دي علشان ينفرد بالقائد ويقتله. وكان عارف ان ده يحطها في خطر بس استغلها غلط، وحكى لها انه مش مدرب اسلوب السيف المزدوج، وعمل كل ده علشان يخفي نفسه، وانه هيعلمها اقوى اساليب قتالية لمملكة تشينغيون الاسلوب المتدفق، واداها سيفه وقال لها انه في شخص تاني في شوانو هيقدر يعلمها. ومشي فينيكس وسابها، ووسط ما هو ماشي في الطريق فجأة هجم عليه قتلة بس قتلهم كلهم. وبعدها ظهرت له مانجوساكا وقالت له ان السم لسه في جسمه وهجمت عليه، واتفادى فينيكس هجمتها ورد عليها الهجوم بس هي اتفادته. وفجأة ظهر شيمين وضربه، وبعدها قام تاني فينيكس وهجم عليه وصد شيمين ضربته، وظهرت مانجوساكا وراه وجرحته في رقبته، وبعدها طعنته في كتفه، ومسك فينيكس ايديها وطعنها في بطنها بالسكينة وماتت. وبكده يكون نهاية حلقتنا للنهاردة، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حلو وجديد، ويا رب دايما تكونوا بخير، واريوس يا اخواتي.